فاول حاجه بتيجي في دماغنا اول ما بنتولد، اول ما بنيجي الدنيا وبنكبر، هو احنا اتخلقنا ليه؟ ايه السبب اللي ربنا جاب لي ليه الدنيا دي؟ طب انا بمر بعذاب ليه؟ طب الدنيا دي عامله كده ليه؟ كل الاسئله دي هل احنا عندنا اجابه صح، ولا اللي عندنا نص اجابه، ولا مش عارفين الاجابه اصلا؟ طب عايشين بيها حتى لو عارفينها، ولا بنقولها كده وخلاص؟ مين فيكم بقى جاله السؤال ده اول ما جاله كده؟ استنى، اول ما جاله الحاجه دي سال نفس السؤال ده؟ مين ساله لنفسه ومين عنده اجابه او فاكر ان عنده اجابه؟ ماشي. خلقنا عشان نعبد ربنا وعشان نعمل الأرض، عمارة الأرض. تمام. حد عنده اجابه ثانيه؟ وانا ممكن اكون سالت نفس السؤال ده في حاله واحده بس، اللي هو لما بلاقي نفسي بتعمل حاجه او في حاجه شغلاني مش يعني هي اصلا مالهاش لازمه، فانا برجع اسال نفسي السؤال ده تاني، اللي هو انا ربنا خلاني ما هو ما خلقنيش عشان اكون بتعمل حاجه انا مش بعملها. تمام. برضه الجمله اللي بتسالني يعبدوا، صح. حد عنده اجابه ثانيه؟ هو يعني كلكم عندكم نفس متفقين على نفس الاجابه، ولا في حد عنده راي ثاني؟ هو السببين نعرفهم لعبات اولا، ثانيا عمارة الارض. تمام. كله بقى يطلع النوت بوك عشان الكلام اللي هيتقال ده مهم ولازم كل واحد فيكم يبقى عارفه. وانا بتكلم يعني مش لازم، يعني انا قلت لكم السيشن اللي فات انا ممكن يطلع مني كلام تكتبوه، وممكن اقول لكم كلام معين لازم تكتبوه، بس يعني اللي انت شايفه اكتبه الاول. كل واحد فيكم قال، وانتوا ده مسكتين يبقى متفقين مع اللي اتقال ده، اللي هي عباده وعماره، صح؟ حد عنده راي تاني قبل ما اكمل؟ عشان لما اكمل ما لا. طب تاني، اول سؤال سالناه عشان تبقي معانا، احنا اتخلقنا ليه؟ عندك اجابه ولا؟ طب هدي السؤال تاني. ايه؟ حجر الاساس والغايه من خلقنا. والغايه من خلقنا، ازاي تبني حجر اساس؟ والناس اللي لسه داخله اول سؤال سالناه احنا اتخلقنا ليه؟ حد عنده اجابه ولا؟ اتخلقنا ليه؟ جينا الدنيا ليه؟ ربنا خلقنا ليه؟ طيب تمام. مبدئيا الحاله اللي احنا عليها دي ده غلط. يعني ايه؟ كون ان احنا كلنا مسلمين، صح؟ الحمد لله. الحمد لله. كون ان احنا كلنا مسلمين ومحدش عارف الاجابه او عارف نصها، فده في حد ذاته يعني حاجه تؤخذ علينا. ما ينفعش خالص تقول انا مسلم وانت مسلم في البطاقه بس، وانت مش عارف اصلا انت جيت ليه. الاجابات اللي احنا هنقولها دي مش خاصه بالمسلم بس، دي خاصه بالانسان كذات ربنا خلقها. فلازم كلنا نكون عارفينها، وكلنا جاوب يا ريت. ماشي. ماشي، احنا ربنا خلقنا علشان اولا ننمي نفسنا بالتامل ودراسه الاشياء الجديده، ان احنا نبتدي نعرف في الخبايا اللي هو حصلنا اصلا حاطط لنا منها يعني خيط علشان نبدا منه، علشان ابتدي يعني ادرس الحاجات وافيد في اللي حواليا، يعني ده تعمير ارض مش مجرد بنايات بس احنا بنبنيها. صح. وعباده ربنا مش معناه ان انا اصلي واصوم، لا، معناه ان انا اتفقد في الدين بتاعه وابقى فاهمه فيه وماشيه فيه صح. مش معنى ان الناس اول ما تشوفني مسلمه، لا ابدا، يعني لا مسلمه، لا ايه مسلمه دي، او انتوا بتبوظوا الدنيا او بتبوظوا العالم، لا احنا الاسلام بريء من الافعال اللي بنسمع عنها دي. فده معنى ان انا اتفقد في الدين، هو ده العباده، او افهم ابقى متدبره، وكمان التعمير ان انا ابني نفسي او انا ابني المجتمع اللي حواليا. صح. تمام. هي النور كده لمست نقطتين او ثلاثه، هي قالت واحده ثالثه من غير ما تاخد بالها. احنا النهارده هنغطي الجانب ده وهنقول اجابه للسؤال ده من كل الجوانب، يعني علاقتك بالله، علاقتك بالارض، علاقتك بنفسك، وعلاقتك بالناس. في حاجه تانية غير دول حوالينا؟ لا. يعني انت كده جبت الرؤيه كامله من فوق، جبت ربنا اللي خلقك، الناس اللي حواليك، طب الارض، طب نفسك. فكل واحده من دول ربنا مقصلها في القران، وما قالش ايها المسلمون، قال يا ايها الناس، وهنقصل كل واحده بايات من القران. تمام. فاول حاجه انتوا قلتوها اللي هي ايه؟ عباده الله. اول مثلا حد يجي يسال السؤال ده كمسلم، يجي يروح لشيخ يقول له ايه؟ هو انا اتخلقت ليه؟ سؤال وبيتسال. وقبل ما ابدا شرح لازم كل واحد فيكم يبقى عارف حاجه، كونك تسال مش عيب، وكونك انك تخبي السؤال ده اللي عيب بقى. ليه بقى؟ لان في كتاب اسمه حتى الملائكه يسالون، ده كتاب موجود واللي عايز ينزله ده كويس. هدف الكتاب ده انه يخليك انت كبني ادم مخير مش مسير. الملائكه مسيرين ما بيعصوش ربنا ابدا، وسالوا ربنا
لما قالوا له اتجعل فيها من بيسالوا. طب ماشي، ادي دي الملائكه اللي هي المسيره. طب كبشر مين سال ربنا تاني؟ سيدنا ابراهيم. لما وكل دول سالوه. لما سيدنا ابراهيم بيقول له ربي ارني كيف تحيي الموت، قال له لم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لازم ابقى ايه، على يقين ومش عيب. طب ادام دول سالوا، يبقى انت كانسان ما تسالش. فكانت اول حاجه غلط بتقابلنا يعني واحنا صغيرين، لما نروح نسال او لو سالت كده جالك سؤال تيجي تساله لك اوعى تسال السؤال ده تاني. بصوا الافعال الغلط، اوعى تسال السؤال ده تاني، ما تخشش في المنطقه دي، ده كله ده شيطان. طب انا كده ديني في حاجه غلط لان انتم مش راضيين تجاوبوا. ممكن يتوهمون، انا نفسي كان بيتوهمني كده، ان انتم مش راضيين تجاوبوا يبقى في حاجه انتم مخبيينها علينا. مش في سؤال جه في دماغي يبقى كده ربنا خلق له اجابه، ما تقعدوش تقولوا خبي بقى. فاول حاجه لازم تعرفها، تروح لشيخ فيجي يقول لك ايه؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ويسكت ما بيكملش حتى الايه. فانت كانسان او كشخص هتيجي تقول، هتسال السؤال اللي بعده، طب هو ربنا محتاج عبادتنا؟ لان انت بتقول لي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى ممكن يجي لي في دماغي ان هو ربنا محتاج عبادتنا. لو الشيخ ده كان كمل جميله وكمل الايه اللي هي اساسا بتحل لك الموضوع، ما اريد منكم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. فاول حاجه لازم تعرفها ان ربنا اصلا مش محتاج عبادتك، ده انت اللي محتاجه. فاوعى في مره وانت لما تيجي تعبد ربنا تقول انا بعبده عشان هو محتاجني، لا، انت اللي محتاجه. تاني حاجه، الا ليعبدون في التفسير بتاعها العميق، مش التفسير السطحي، التفسير العميق قال لك الا ليعرفون. طب يعني ايه معرفه الله؟ ودي اول حاجه اللي هو بعد كل اللي هشرحه، ودي الغايه الاخيره، ان انت في الدنيا انت ربنا خلقك عشان توصل له بالاربعه اللي احنا هنقولهم بقى. بس هي الغايه كلها يعني خلوا الحياه الدنيا كده اسمها رحله ارتقاء ورحله التعرف على الله. دي كده الحياه بالنسبه لنا هي رحله التعرف على ربنا. طيب انا بقى لما يجي يقولوا الا ليعرفون، هنضرب مثل علينا احنا كاشخاص. انا مثلا لو عارف محمد تمام، وبتعامل مع محمد الجدع بس، الطيب بس، اللي بيقف معايا وقت الجدعنه، اللي بيضحك معايا على طول، حاجه كده ايه، انا كده بتعامل مع محمد ايه، الجدع الطيب اللي بيقف جنبي في وقت الشده، الكلام الحلو ده كله. طب اول ما محمد ده هيجي يكشر في وشي في مره، هقول عليه ايه؟ مش ده محمد اللي انا اعرفه. لا، يبقى انا كده عندي المعرفه ايه؟ المعرفه مش كامله، ده انا بتعامل مع الحلو بس. طب اول ما يجي عشان بشر وبيوريني حاجه وحشه، لا ده مش صاحبي على الجنب الثاني. ولله المثل الاعلى بقى، واحد بيتعامل مع ربنا اللي هو ربنا المعطي اللي بيدي كل حاجه، الرزاق، فاول ما ربنا يختبره بابتلاء، يوه وايه يا رب و كده مش عنده معرفه سليمه. طب والجانب الثاني، النوع الثاني، واحد بيتعامل مع ربنا يقول لك مش شايف اي نعمه اصلا ربنا اداها له، الدنيا وحشه واحنا اتخلقنا في ظلم وانا مش مبسوط وانا طب انا ربنا خلقني ليه؟ طب انت مش شايف اي نعمه؟ كده المعرفه في الناحيتين ناقصه. طب المعرفه الصح ايه؟ ان انت تعرف ربنا بصفات جماله وصفات جلاله، تعرف ربنا بكل صفه ليه، تعرف ربنا انك زي ما هيديك زي ما هيعطي زي ما هيمنع، زي ما هيحيي زي ما هيميت، مش دي اسمائه؟ فانت اول حاجه لازم تتعرف على ربنا بكل اسم ليه هو. يا رب انت دلوقتي لما تعطيني حاجه انا هعمل ايه؟ هشكرك. طب لما يمنع عنك حاجه باسمه، ما هو اسمه المانع برضه، وانت تتعامل مع ربنا حلو بس، طب هو بيختبرك ومنع عنك حاجه، عايز يشوف انت هتعمل ايه بقى في الوقت ده. لو انت عبد بجد، العبد لله بجد بيعبد ربنا في المنع وفي العطاء. بيبقى عبد في العطاء ان هو بيشكر ربنا وبيقول الحمد لله يا رب ان انت اديتني، بيصبر على البلاء وما بيسخطش القدر، وبيقول اكيد ربنا عايز يوصلني حكمه. فلما هتوصل لمرحله انك تكون عبد ربنا في المنع وعبد ربنا في العطاء، كده انت عرفت ربنا صح. فلما يتجلى عليك باي اسم، عادي، طب ما هو زي ما هو منع دلوقتي، في بكره بقى الاسم الثاني هيظهر عليا. فانت اول حاجه بتعمل ايه؟ ان تعبد الله كانك تراه. شوف رسائل ربنا هيظهر لك عن طريق عباده، هيظهر لك عن طريق مواقف، هيظهر لك عن طريق حاجات كتيره جدا. بس الفرق بين واحد والتاني، ده بيشوف ربنا وبيتعرف عليه، والتاني عايشها كده مش بيتعرف على ربنا اصلا. فالا ليعبدون، قلنا ايه؟ المعرفه. طيب العباده هنا هل هي صلاه وصوم؟ نور قالت لا، مش صلاه وصوم بس، وده صح. عشان لو الناس فاكراها صلاه وصوم زي ما كانوا مفهميننا صلاه وصوم وتقوم وقيام الليل طب هيطلع لك شخصيه اسمها شخصيه الموظف، اللي هو بيعمل ايه؟ بيروح الشغل تمام، وتيجي تكلمه يقول لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول ما الاذان ياذن يسيب الشغل ويروح يصلي. ما هو الاذان اذن بقى الا ليعبدون، ده اهم حاجه انا اعملها، مش مهم الشغل. الناس ان شغله عباده، ما فهمش المفهوم ده، ما سمعوش اصلا. ده هو العباده عنده ايه؟ صلاه وصوم وخلاص. فراح صلى، وبعد ما يجي من الصلاه تلاقيه مش متقن في شغله، تلاقيه مش بيضحك في وشوش الناس. طب هو ده دين؟ مش دي العباده. ده انت العباده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمين؟
لله رب كل حاجه، مش بس الصلاه، لا ده انت صلاتك ونسكك وحياتك ومماتك كلها. طب دلوقتي في مثل غلط بيتقال ايه؟ ده بيحبها حب عباده مثلا. انت هنا بتقوله وانت عارف ان العباده حب اهو، طب ماشي، بس انت استخدمت المثل غلط. فاحنا خلينا متفقين ان احنا عارفين ان العباده حب، فانا لما اعبد ربنا اعبده بحب مش بعبده غصب. عايزين كل واحد مننا يترسخ عنده الحاجه دي، عشان لما يجي ولاده كلنا بعد كده يبقى عندك ولاد تعرف ترسخ لهم، ما ترسخ لهمش ان احنا اتربينا عليه غلط، اللي هو ايه؟ صلي عشان ما تخشش النار، صلي عشان هتتعذب، صلي عشان مش عارف في التعبان هيطلع لك في الارض، حاجات كده كانت مخوفانا. فانت خايف، انت مش المحبه هي الاصل عندك، انت بتعبده عشان خايف منه. طب يعني لو مثلا محمد في الجيش هعكنن عليه شويه، هو دلوقتي بيسمع كلامهم كلام القائد ليه؟ عشان خايف منه هيعاقبه، مش عشان بيحترمه. فلما بتوصل لاحترام وحب ده بيبقى احسن. فانا لما مثلا ايه لازم ترسخ كل ده عندك بقى، ان انت توصل لمرحله انك بتعبد ربنا. يعني عندنا مفهوم غلط اللي هو ايه؟ يقول لك اخاف ولا احب. لا طبعا الخوف مش ضد المحبه، ماشي، الخوف مش ضد المحبه خالص. ربنا بيقول فادعوه خوفا وطمعا، انت تقول اخاف ولا اطمع، انت بتحب دايما، انت علاقتك بربنا حب دايما. طب لو المحبه فضلت اصل يبقى انت يعني هتخاف لما هتوصل لمرحله بقى ان انت هتخاف تعصيه عشان تسقط من عين حبيبك. تخيلوا مثلا انا بتعامل انا ومحمد، فمحمد ده بيحبني وصاحبي، فانا بخاف اعمل اللي بيضايقه. طب محمد هيضربني؟ لا انا خايف ازعله، تمام؟ فدي علاقه حب بقى، ان انا يا محمد اهو انا مش بسمح كلامك، مفيش اي سلطه بينا، انا بس مش عايز ازعلك عشان انا بحبك. ما بالكم بقى ربنا اللي خلقنا وخلق كل حاجه لينا. فانت المفروض علاقتك بربنا وتربي ولادك بقى على كده، قول له اعبده عشان انت بتحبه، عشان هو اللي خلقك، مش عشان حتى تخش الجنه او النار. سيبك من كل ده. وتعالوا نشوف آية في القرآن لما بيقول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. شفتوا أول حاجة في العذاب كانت إيه؟ ما قالهمش هدخلكم النار، أول حاجة إيه؟ أنتوا هتتحجبوا عني، أنت مش هتشوفني. فده عذاب معنوي أكبر بكتير جدا بقى من أي حاجة تانية. فأنت لما هتوصل ليك أنت الأول عيشها، لأن إحنا مش عايشينها. طب إزاي هنربي ولادنا عليها؟ أنت عيشها الأول في حياتك، إن أنا مش هخاف اعصيه مش عشان نار، انا مش فارق معايا جنه ونار، انا مش هعصيه عشان ما ينفعش، عشان هو حبيبي ما ينفعش ازعله. دي العباده ودي المحبه، ان انا بعبده بحب. اعبد الله ليرضى ولا تعبده ليعطي، فالرضا ادهشك بعضه. فدي اول حاجه لازم تعرفها، ان انا عبادتي ليك دي مش عشان لا جنه ولا نار، انت عشان انت ربنا اللي خلقتني اني لازم اعبدك، تمام؟ ولازم في المعرفه تكون معرفه كامله بربنا، ما تعرفوش بس بصفات المنع او بصفات، يعني لازم تكون عارف الاثنين، زي ما هيعطي زي ما هيحيي زي ما هيموت، لازم تبقى عارف كده، ده قانون، هو ربنا اسمائه كده ولازم يظهر لك كده. فانت بقى لما هتكون في الاثنين بتعبده ومرتاح ومبسوط كده، انت عبد لله بجد، كده انت وصلت الا ليعبدون. طب العباده ما تحصرهاش في الصلاه والصوم بس، عبادتك ايه؟ كل حاجه عباده، تمام؟ فدي اول غايه، علاقتي بربنا علاقه ايه؟ علاقه حب، علاقة محبة، مش علاقة خوف. إلا ليعبدون، يعني كل حاجة بعملها يا رب ليك أنت. حول كل حياتك لإيه؟ لعبادة الله. حتى ضحكتك مع أصحابك دي عبادة، تطويرك من نفسك عبادة، وكل اللي النور قالته كل ده عبادة، كل ثانية في حياتك. فالعبادة في حديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. طب كلنا عارفين الحديث ده، مين عايشه بقى بجد؟ ولا انا عايشه كمان، يعني يا رب بس ايه نفضل نجاهد نفسنا لحد ما نعيشه. بس الفكره انك لازم تجاهد، مش تبقى عارفه وما بتتعاش ليه اصلا. طيب حتى يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. طب لما انت كده حبيت ربنا، يجي ربنا يقول لك ايه بقى؟ في روايه بيقول لك ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احببه. اول ما ربنا يحبك، بصوا بقى علاقه الحب من ربنا، فإذا أحببته، لما ربنا يحبك بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي حتة بقى إيه الناس ما بتكملهاش، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ربنا اللي بيتكلم كترددي هنا، التردد في حق ربنا خوف وحنان علينا، مش تردد اللي هو لا، كترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. بص وصلت لحد فين؟ ان ربنا لما بيجي يعني لو حد بقى عبد لما بيجي ياخد روحه بيبقى مش عايز يوجعك، انت هو عارف ان الموت ده هيوجعك، فهو بيقول لك يكره الموت وانا اكره، انا مش عايز ازعلك اصلا من كتر ما هو حبك. طب انت عشان توصل للمحبه دي ازاي بقى؟ نوافل بقى وحب بجد وعايشها بجد وتعرف ترد. طب انت بتقول لا اله الا الله، هل هتعرف ترد على اللي يجي يقول لك لا اله؟ الالحاد، حد سمع عن الالحاد؟ حد قرا في الالحاد؟ لا،
ما حدش يقول عشان لو قرينا بفهمنا ده هنروح، يعني هياخدوك وغصب عنك. ليه؟ لان هو بيتكلم بالعقل، وانت كانسان مسلم انت مش قاري. تمام؟ هو ما بيتكلمش بالعقل. ايه؟ هو ما بيتكلمش بالعقل. لا هقول لك ده نظريه الضرب. واحده ونبي. طب يا ريتني ما فتحت الموضوع ده. حقكم عليا، خلي الموضوع ده بعد كده، عشان الموضوع ده محدش فينا متعمق فيه. فانت ممكن اللي تكوني عارفاه تكون جزء، فبتقولي مش عقل. طب واحد تاني قرا قال لك لا ده عقل. ده في كتاب او في يعني في كذا كتب، مثلا ايه كان اول واحد في الالحاد اللي هو الاب الروحي بتاعهم اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اللي عامل كتاب There is a God. هناك اله. لا لا ما لازم افتكره اسمه ده. لا مش داروين، أنتوني فلو. أنتوني فلو ده المنظر الاول للالحاد. كان طول حياته بيكتب كتب ان مفيش رب وان كل ده وهم والكلام ده كله. تمام؟ فجه في اخر يعني اخر كتاب عمله اللي قبل الاخير كان كاتب There is no God، مفيش اله. وكتبه كده، وكاتب لك بقى بالادله والعلم التجريبي. طب مش عارف علوم الكوزمولوجي اللي هي العلوم الكونيه والبيولوجي فانت هتقرا طب ايه ده بيتكلم بادله. بس ده بقى عشان كان شخص صادق في البحث عن الحقيقه وبيبحث عن ربنا بجد، اللي هو ماشي مع الدليل لحد ما ياخده، مهما يوديني الدليل مش اللي هو عشان انا ملحد فعايز اثبت ان انا صح، لا ده ماشي مع اللي يقول ان هو صح بجد. وصل في الاخر بعد ما قعد يبحث زياده والعلم تقدم، راح شتم على كلمه There is no God، راح شتم على نو وخلاها There is a God، في اله بقى. وده الكتاب اللي كله اللي انتشر وخلى المسلمين بقى بيقولوا الملحدين اهو المنظر بتاعكم اللي هو بيقول الالحاد وكده قال ان في اله بس هو ما اسلمش. يعني هو قال ان في اله بس انا مش هسلم ليه، هو بس في اله. تمام؟ بس الكتاب ده لوحده مش كفايه، الكتاب ده كمان بقى فيه احدث منه. يعني في حاجه اسمها النيو ايثيزم اللي هو الالحاد الجديد. بص انا مش عايزين نخش في المنطقه دي عشان هنتوه وموضوع بس المهم الغايه اللي خلاني اقول الكلمه دي حاجه واحده، ان انت كانسان مسلم لازم يرسخ ايمانك في لا اله الا الله. طب هيرسخ ايماني في لا اله الا الله ازاي وانا مش عايشها وانا مش قاري وانا مش هعرف ارد على اللي يقول لي لا اله وبيجيب لي علوم بالعقل؟ يبقى انت كانسان مسلم قوي ومؤمن بالله يبقى انت لازم تقرا ده واجب عليك، مش اختياري، لا ده واجب عليك تكون تعرف ترد على اللي بيقول لك لا اله، عشان لما ابنك يكبر وبعد كده التكنولوجيا هتشوفه هتوصل لحد فين. يعني دلوقتي انت ممكن وانت قاعد على الفيس كل الشباب اتفتحت على بعض، ممكن يجي لك اعلان او كتاب عن يقول لك مفيش اله، وهم الاله، الله ليس اكبر، استغفر الله العظيم. هي اسامي الكتب لوحدها تجننك وهتخاف تخش فيها، لانك لو دخلت فيها هم اعلم منك عشان انت مش قاري. انما لو انت قاري ولو انت دارس بجد وواخد معتقدهم لاخره هتكذبهم، بس احنا مش قاريين. فلو انت مثلا حط نفسك مكان ابنك ده كبر وراح قرا الكتاب فيجي يقول لك يا بابا ده بيقولوا مفيش اله، هترد تقول له ايه؟ هتقول ده في اله. بص اللي انت هتقوله له روحانيات، هيقول لك لا انا عايز بالعقل، انا ليه عقل اهو. لو مش عندك اجابه ليه ابنك وقع منك. وما تزعلش ان هو يروح يلحد، لا لانك انت ما عندكش الاجابه. فانت لازم يرسخ ايمانك في لا اله الا الله بحيث ما يهزكش ملحد ابدا. اللي يجي يكلمك يقول لك طب في علوم كذا، اقول له لا طب انا قاري في كذا وكذا وكذا، ولا في اله خلق الكون ده. نيتشه كان بيقول جمله ان هو اغرب حاجه عن الكون ده ان هو يعني اغرب حاجه غير مفهومه عن الكون ان هو مفهوم. احنا ازاي قادرين نفهم الكون ده؟ فدي اكتر حاجه غريبه، واحنا فاهمينه ليه؟ هو ليه مفهوم؟ فدي اكتر حاجه غير مفهومه في الكون. ففي الاخر يعني عشان ما تتلخبطوش لازم انت بتقول لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، دي الشهاده بتاعتك. فانت الاول، وده اللي انا يعني ده الطريق اللي انا خلاص همشي فيه، اللي انا نويته بجد، ان انا جبت كتب واتفقت انا واصحابي لازم نبقى يعني واقفين على ارض صلبه، لما حد يقول لي لا اله اعرف ارد عليه. فجبنا كتب وجبنا كمان كتب الالحاد بس قبل ما تروح للكتب دي لازم تقوي عقيدتك الاول، لانك لو مش مقوي عقيدتك بربنا لو قريت الكتب دي بعقلك ده هتضيع. فانت الاول اتفقنا على ايه؟ قلنا في رمضان ده هنيجي كلنا انا واصحابي يعني هنقوي ايماننا في لا اله الا الله، نفهم عقيدتنا كويس، نتعمق فيها بقى، وبعد كده نروح نقرا التانيين عشان نكون منصفين. يا عم روح ورا يعني ما تقعدش تخبي نفسك، انا مش هقرا لهم عشان انا صح، لا اقرا لهم وبعد كده احكم. ما تقعدش تخبي، دينك كامل، دينك ما فيهوش حاجه ناقصه، بس الفكره ان احنا مش احنا اللي مش عارفينه بجد. فدي اول حاجه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لازم تعرف ان هو مش محتاج عبادتك، اول حاجه انت اللي محتاجه. خلقنا ليربح علينا لا لنربح عليه. يعني هو خلقك عشان يدخلك الجنه عشان تعرفه، بس عشان تعرفه لازم تحبه الاول وتبدا تتعرف عليه، قلنا بكل الصفات دي. تمام؟ فدي اول حاجه. فدي علاقتك بربنا هتكون علاقه ايه؟ عباده بحب.
عباده بعمق، معرفه بجد بربنا بكل الصفات بتاعته، اعرف اسماء الله الحسنى كلها واتعمق فيها واشوفها واعيشها في حياتي، يبقى انت كده قويت. لا يعني العباده بتاعتك علاقتك بربنا بقت قويه جدا. طيب تاني حاجه، انت كده علاقتك بالله. طب ربنا خلقك في الارض، احنا قلنا الايه بتاع العباده اللي هترسخ لنا الموضوع ده بتاصيل قراني، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. طب تاني حاجه علاقتك بالارض ايه؟ كلكم قلتوا عماره الارض، عشان برضو نأصلها هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. ادي الاستعمار اهو. خدوا بالكم انا جايب ايات اللي هي ايه؟ مرتبطه بالنشء، مرتبطه بالخلق بتكلم الناس كلها. يعني يا ايها الناس كده بيكلم الناس كلها. ونفس وما سواه، كلنا اتخلقنا من نفس، يعني كلنا مخلوقين من نفس الحاجه. هو انشاكم من الارض، من الارض، فده النشأ اهو كلنا، ما قالش مثلا المسلمين، لا ده بيكلم الخلق كله. فكون انا عشان كده بقول لكم ان السيشن ده اهم سيشن ليا انا كشخص، لا لاحمد يعني، لان ده دي رسالتي اللي لازم كله يبقى عارفها. احنا وكسه بجد بمعنى الكلمه ان نكون مسلمين ومش عارفين الغايه من خلقنا ايه. لما حد يقول له ما اعرفش، في ناس عارفه عباده وعماره حلو، بس الباقيين اللي مش عارفين خالص بقى. عشان كده تلاقي على الفيس او صحابك انا مش عارفه انا اتخلقت ليه، ايه الزهق اللي انا فيه ده، يا رب اموت. لا انت لازم تبحث الاول، لازم تسال، وبعد لما تعرف الاجابه تعيش بيها بقى. وده اللي من السيشن ده اللي هيخلص هتلاقي كل واحد فيكم معاه اللي يقدر يعيشه بالحاجه دي، وهو عليه الاجتهاد. يعني احنا هنديكم المفاتيح وانت كمل. تمام. فاول حاجه كانت العباده. طب تاني حاجه علاقتك بالارض ايه؟ التعمير. تمام. مش علاقتك انك تخرب بيها، مش انك، ومعنى التعمير مش حته ان انا ايه لازم مطالب مني اعمر الارض كلها، لا. انك كونك بتطور من نفسك ده تعمير للارض. ازاي؟ لانك انت لما يعني ما طورتش من نفسك هتكون زايد على الارض، زايد على اهلك، صح؟ فانت طول ما انت زايد على الارض انت كده عبء عليها، يبقى انت ما زودتش حاجه، ما عمرتهاش. انما لما بتطور من نفسك ما بقتش عبء على الارض، لا ده انت هتضيف حاجه جديده. طور من نفسك يا عم، ازرع فكره. شفتوا خواطر 11 كانت قايمه على ايه؟ هي الاعمار بس. الفكره بتاع خواطر 11 كلها على الاعمار بس. حتى بدايه نهايه التتر ايه؟ نهيلك بالحديث بتاع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام: اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فان استطاع ان يغرسها فليفعل. طب تعالوا نتامل الحديث ده. قال فان استطاع ان يغرسها، طب ليه ما قالش يرميها ويصلي؟ دي القيامه هتقوم. بصوا يعني لحد ايه الاعمار في ديننا مهم. ما قالش ارميها وصلي، سيدنا النبي اللي بيقوله عليه الصلاه والسلام، والقيامه هتقوم. ما تسيبش اللي في ايدك ده وتقوم تصلي، لا. طب ليه؟ ما عارف ان كده كله هينتهي، يعني القيامه قايمه، يعني اللي انا هبنيه ده هيقع برضه ما تسيبوش. يعني حتى لو عارف ان بنيانك ده هيسقط ما تسيبش بنيانك، كمل فيه. خد يا محمد. فدي تاني حاجه اللي هو ايه؟ الاعمار في الارض. مش اللي هو مثلا انا هروح اصلي ومش هذاكر، هروح اصلي ومش هشتغل، هروح اصلي ومش هقدر. ما هو دي عباده بقى، دي الاهم. لا دي هتكمل دي، ما ينفعش تكون واخد دي كده ظاهريا بس. هو الدجال ده اللي هو الشخص الدجال بيبقى عنده عين واحده، صح؟ الشخص الدجال، الفكر الدجال بيبقى عنده عين واحده، عشان كده بيخوفنا. تمام. طب هو عنده عين واحده، ده لو هتسقطها علينا احنا كدين، يعني انت عندك الظاهر والباطن. ففي اللي بيبص بعين الظاهر بس، يعني واحد هتلاقيه بيصلي كل الاوقات في المسجد ولابس لك العبايه الجلابيه يعني لحد هنا ودقن، فتشوفه من بعيد الله ده ما شاء الله ده شيء. بس هتبص عليه تلاقيه مش متقن زي ما قلنا، تلاقيه ما بيضحكش. طب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان دائم البشر، كان بيضحك على طول. انت ما بتضحكش ليه؟ لا هو عنده الدين غلظه ومش واخد الظاهر بس. طب واحد تاني ادي ده تطرف. طب الجنب التاني واحد تاني يقول لك ما بيصليش اصلا، وتيجي تكلمه يقول لك يا مش الصلاه ايه؟ مش صله، انا يا عم موصول بربنا على طول، انا وربنا كده مالكش دعوه بينا. فده واخد الباطن بس، يقول لك انا لا هصلي ولا هصوم، انا وربنا مالكش دعوه. انا وربنا اصلا ربنا تجلى عليا يا ابني، انا عديتكم، الصلاه دي ليكم انتوا، انا خلاص وصلت انا ومرحبا. في ناس كده وهتشوفوا ده. يعني انا المشكله ان انا عشرت الاثنين ده وده. فانت ما ينفعش تبص لا بعين الظاهر بس ولا بعين الباطن بس. الظاهر اساس ومهم عشان يوصلك لمعنى. زي ما قلنا السيشن اللي فات، احنا بنصلي ليه؟ ما في ناس بتصلي. يعني انا اقول لكم مثلا كنت قاعد وانا في القاهره ومعايا واحد صاحبي مسيحي، تمام؟ فانا بهزر بقى، بقول له ما تيجي تصلي معايا، احنا واخدين على بعض جدا، ووقت الصيام بقول ما بخليهوش ياكل ويصوم معانا وكده. فبقول له ما تيجي تصلي معايا الفجر. راح بيقول لي حتى لو جيت معاك وقمت وعملت، المهم قلبي. فراح قال لي كلمه، قلت له تصدق انت جبت المغزى فعلا بتاع كل الاديان، المهم قلبك، ربنا باصص لقلبك ده. ما انت ممكن ايه فائده الصلاه؟ عمال تقوم مع حركات بس، برضه عمال تقوم وتقعد تقوم وتقعد بس، زي ما دخلت في الصلاه زي ما خرجت منها، ولا اثرت فيك ولا غيرت في اخلاقك ولا غيرت في معاملتك مع. طب انت كده ايه؟ عملت ايه؟
طب هو ربنا استفاد ايه لما انت عملت كده؟ ده هو عامل لك الصلاه عشان تغير فيك حاجه عميقه بقى، اللي هو مش بس حركات، ده الظاهر بس. انما اللي واخد الاثنين ما يجيش بقى واحد يفهمها غلط يقول لك ايه طب خلاص ده ما هي كده كده حركات بلاش منها وانا هطهر قلبي. لا برضه انت لازم تكون في النص، دينك وسطي. انت هتصلي لان ده فرض عليك، بس انت عارف ان الصلاه دي لازم تطلع منها بمعنى. فهو لما قال لي انت لازم قلب، المهم القلب، فيعني اللي هو صح، انت صح، انت جبت فعلا ان انا حتى لو خدتك للصلاه. وده اللي على فكره ناس كتيره جدا ظاهريه بتعمله. بتروح تصلي بس مش عايشه دينها صح، تروح تصلي بس مكتئب. فلا، ما ينفعش ان انت تاخد الحاجه لا ظاهر بس ولا باطن بس. الظاهر مهم عشان يعمل ايه؟ يكمل الباطن، عشان يوصل لك معنى. فده ايه اللي هو في اعمار الارض. فحته الاعمار ما ينفعش ابدا 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 تيجي في يوم من الايام وتكون عايش وتقول انا ضعيف. ده ربنا قال للملائكه اني جاعلهم في الارض خليفه. يعني يعني هو اداك امانه الاختيار وسخر لك الارض دي كلها واداك كل حاجه وانت خليفته في الكون وواثق فيك. هو واثق فيك، ربنا واثق فيك، انت مش واثق في نفسك ليه؟ انت بس اللي حصل لنا احنا ايه كجيل كلنا نفس السن تقريبا. اللي حصل لنا ايه؟ يعني نشأنا في جيل اغاني شعبي، افلام السبكي، كل حاجه بقت غلط، اتقلبت. فبقينا ايه؟ وصلنا لمرحله واحنا عايشين ليه؟ بقى عندنا بلبله، مش فاهمين، ما تاسسناش صح. طب واحنا ليه الابتلاء ده؟ طب يا رب اموت بقى، ما انا كده مش عارف انا عايش ليه. لا بقى حد فينا مهتم بعماره الارض، ولا بقى حد عارف ان احنا خليفه ربنا في الكون، اللي كل الكون ده مسخر لك وانت لازم تسعى فيه وتعمر منه وتعمر من نفسك، تضيف فكره للناس، تضيف حاجه. فاوعى في مره تبخل على حد بمعلومه. الاعمار مش بس انك تبني زي ما نور قالت، مش ان انا اقعد ابني، لا. واحمد الشقيري في الكتاب اللي انا اديته لكم اللي بتوع الدفعه الاولى بقى، اللي هو بتاع رحلتي مع غاندي، قال لك ايه؟ قال لك نحن العرب نهتم ببناء المباني بس ما بنبنيش عقل. نفضل نبني مباني وقصور وشكل المحلات تحفه، بس اللي جوه البيت ده ايه؟ اللي جوه البيت ده الانسان نفسه ايه؟ ما عندوش عقل. ده هو كل اللي في دماغه ابني بيت حلو، بنتي تتجوز احسن جوازه، يجي لها اغلى ذهب، ابني مش عارف ايه. طب فين؟ لا، ده دي ملموسات، كلها حاجات ماديه. انت كروحك فين؟ ما تعرفناش على كده. فالعرب كلهم عندهم نفس المشكله، ابني بيت كبير وخلي الناس تقول عليك ان انت غني وبتاع، بس انت من جوه لا. بالعكس بقى، صاحبك بقى وجارك اللي قاعد في عشه بس عنده عقل وبيفكر وعقليته اعلى منك، ده عند ربنا احسن بكتير قوي. ان هو مهتم بحاجه تانية خالص، مهتم بالاخره مش بالدنيا. وبرضه عشان ما حدش يفهم غلط، عشان في تطرف، ما تقولش ايه انا هسيب الدنيا خالص بقى ومش مهم وهركز. لا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، خد حسنه الدنيا اللي هي هيترتب عليها اصلا حسنه الاخره لما تاخدها صح. لما تاخد من الدنيا تعمر في الارض، مش اللي هو مثلا انا هروح اصلي ومش هذاكر، هروح اصلي ومش هشتغل، هروح اصلي ومش ما هو دي عباده بقى، دي الاهم. لا، دي هتكمل دي. ما ينفعش تكون واخد دي كده ظاهريا بس. هو الدجال ده اللي هو الشخص الدجال بيبقى عنده عين واحده، صح؟ الشخص الدجال، الفكر الدجال بيبقى عنده عين واحده، عشان كده بيخوفنا، تمام؟ طب هو عنده عين واحده، ده لو هتسقطها علينا احنا كدين، يعني انت عندك الظاهر والباطن. ففي اللي بيبص بعين الظاهر بس، يعني واحد هتلاقيه بيصلي كل الاوقات في المسجد ولابس لك العبايه الجلابيه يعني لحد هنا ودقن، فتشوفه من بعيد الله ده ما شاء الله، ده شيء. بس هتبص عليه تلاقيه مش متقن زي ما قلنا، تلاقيه ما بيضحكش. طب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان دائم البشر، كان بيضحك على طول، انت ما بتضحكش ليه؟ لا، هو عنده الدين غلظه ومش واخد الظاهر بس. طب واحد تاني ادي ده تطرف. طب الجنب التاني، واحد تاني يقول لك ما بيصليش اصلا وتيجي تكلمه يقول لك يا مش الصلاه ايه؟ مش صله، انا يا عم موصول بربنا على طول، انا وربنا كده مالكش دعوه بينا. فده واخد الباطن بس، يقول لك انا لا هصلي ولا هصوم، انا وربنا مالكش دعوه. انا وربنا اصلا ربنا تجلى عليا يا ابني، انا عديتكم، الصلاه دي ليكم انتوا، انا خلاص وصلت انا ومرحله. في ناس كده وهتشوفوا ده. يعني انا المشكله انا عشرت الاثنين ده وده. فانت ما ينفعش تبص لا بعين الظاهر بس ولا بعين الباطن بس. الظاهر اساس ومهم عشان يوصلك لمعنى. زي ما قلنا السيشن اللي فات، احنا بنصلي ليه؟ ما في ناس بتصلي. يعني انا اقول لكم مثلا، كنت قاعد وانا في القاهره ومعايا واحد صاحبي مسيحي، تمام؟ فانا بهزر بقى، بقول له ما تيجي تصلي معايا، احنا واخدين على بعض جدا، ووقت الصيام بقول ما بخليهوش ياكل ويصوم معانا وكده. فبقول له ما تيجي تصلي معايا الفجر. راح بيقول لي حتى لو جيت معاك وقمت وعملت، المهم قلبي. فراح قال لي كلمه، قلت له تصدق انت جبت المغزى فعلا بتاع كل الاديان، المهم قلبك، ربنا باصص لقلبك ده. ما انت ممكن ايه فائده الصلاه؟ عمال تقوم مع حركات بس، برضه عمال تقوم وتقعد بس زي ما دخلت في الصلاه زي ما خرجت منها، ولا اثرت فيك ولا غيرت في اخلاقك ولا غيرت في معاملتك مع. طب انت كده ايه؟ عملت ايه؟
طب هو ربنا استفاد ايه لما انت عملت كده؟ ده هو عامل لك الصلاه عشان تغير فيك حاجه عميقه بقى، اللي هو مش بس حركات، ده الظاهر بس. انما اللي واخد الاثنين ما يجيش بقى واحد يفهمها غلط يقول لك ايه طب خلاص ما هي كده كده حركات بلاش منها وانا هطهر قلبي. لا برضه انت لازم تكون في النص، دينك وسطي. انت هتصلي لان ده فرض عليك، بس انت عارف ان الصلاه دي لازم تطلع منها بمعنى. فهو لما قال لي انت لازم قلب، المهم القلب. فيعني اللي هو صح، انت صح، انت جبت فعلا ان انا حتى لو خدتك للصلاه، وده اللي على فكره ناس كتيره جدا ظاهريه بتعمله. بتروح تصلي بس مش عايشه دينها صح، تروح تصلي بس مكتئب. فلا، ما ينفعش ان انت تاخد الحاجه لا ظاهر بس ولا باطن بس. الظاهر مهم عشان يعمل ايه؟ يكمل الباطن، عشان يوصل لك معنى. فده ايه اللي هو في اعمار الارض. فحته الاعمار ما ينفعش ابدا 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 تيجي في يوم من الايام وتكون عايش وتقول انا ضعيف. ده ربنا قال للملائكه اني جاعلهم في الارض خليفه. يعني يعني هو اداك امانه الاختيار وسخر لك الارض دي كلها واداك كل حاجه، وانت خليفته في الكون وواثق فيك. هو واثق فيك، ربنا واثق فيك، انت مش واثق في نفسك ليه؟ انت بس اللي حصل لنا احنا ايه كجيل كلنا نفس السن تقريبا. اللي حصل لنا ايه؟ يعني نشأنا في جيل اغاني شعبي، افلام السبكي، كل حاجه بقت غلط، اتقلبت. فبقينا ايه؟ وصلنا لمرحله واحنا عايشين ليه؟ بقى عندنا بلبله، مش فاهمين، ما تاسسناش صح. طب واحنا ليه الابتلاء ده؟ طب يا رب اموت بقى، ما انا كده كده مش عارف انا عايش ليه. لا بقى حد فينا مهتم بعماره الارض، ولا بقى حد عارف ان احنا خليفه ربنا في الكون، اللي كل الكون ده مسخر لك وانت لازم تسعى فيه وتعمر منه وتعمر من نفسك، تضيف فكره للناس، تضيف حاجه. فاوعى في مره تبخل على حد بمعلومه. الاعمار مش بس انك تبني زي ما نور قالت، مش ان انا اقعد ابني، لا. واحمد الشقيري في الكتاب اللي انا اديته لكم اللي بتوع الدفعه الاولى بقى، اللي هو بتاع رحلتي مع غاندي، قال لك ايه؟ قال لك نحن العرب نهتم ببناء المباني بس ما بنبنيش عقل. نفضل نبني مباني وقصور وشكل المحلات تحفه، بس اللي جوه البيت ده ايه؟ اللي جوه البيت ده الانسان نفسه ايه؟ ما عندوش عقل. ده هو كل اللي في دماغه ابني بيت حلو، بنت تتجوز احسن جوازه، يجي لها اغلى ذهب، ابني مش عارف ايه. طب فين؟ لا، ده دي ملموسات، كلها حاجات ماديه. انت كروحك فين؟ ما تعرفناش على كده. فالعرب كلهم عندهم نفس المشكله، ابني بيت كبير وخلي الناس تقول عليك ان انت غني وبتاع، بس انت من جوه لا. بالعكس بقى، صاحبك بقى وجارك اللي قاعد في عشه بس عنده عقل وبيفكر وعقليته اعلى منك، ده عند ربنا احسن بكتير قوي. ان هو مهتم بحاجه تانية خالص، مهتم بالاخره مش بالدنيا. وبرضه عشان ما حدش يفهم غلط، عشان في تطرف، ما تقولش ايه انا هسيب الدنيا خالص بقى ومش مهم وهركز. لا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه، خد حسنه الدنيا اللي هي هيترتب عليها اصلا حسنه الاخره لما تاخدها صح. لما تاخد من الدنيا تعمرها. كل واحد فيكم بعد ما سمع الكلام ده بقى حامل امانه ان انت ما ينفعش تكون ضعيف تاني، ان انت ما ينفعش تعيش حياه عبثيه، ان انا عايش كده هسمع اغاني وهعمل. مش بقول لكم ما تعملوش ده، اعملوا وقت يعني، مش بس ما تخلوش اسلوب حياه. اعملوا لانك ماشي لازم تلعب ولازم تنبسط وكل حاجه، بس انت الهدف الاكبر ايه؟ خليك دايما مشغول ان انت تطور من نفسك. ده اللي هياخدنا بقى للحاجه الثالثه اللي اغلبنا مش عارفها. طب تعالوا بقى هضرب لكم مثلا، واحد بيصلي بيعبد ربنا اهو وكل حاجه، وبيعمر من نفسه وبيعمر من الارض، بس بصوا بقى ممكن الاثنين دول يقعوا. مش احنا قلنا السيشن اللي فات ايه؟ اول واحد هيجي يحاسب يوم القيامه ايه؟ عالم. ايه ده؟ طب ما هو ده كان بيعبد ربنا وبيقيم الليل وبيصلي بالناس وعمر من ارضه وطور من نفسه، بس كان عامل حاجه الرياء، بيعملها عشان الناس تقول، ما زكاش نفسه بقى. اللي هي الثالثه بقى. طب الثالثه ايه؟ الغايه الثالثه ايه؟ تزكيه النفس. علاقتك بنفسك ايه؟ احنا قلنا علاقتك بربنا التعارف، طب بالارض ايه؟ العماره. طب بنفسي اللي هو اصلا لو عملت اول اثنين وسبت الثالثه دي، ده انت ممكن توديك الاثنين دول ممكن يبقى سبب ان انت اول واحد تعذب. فنفسك دي بقى اللي ما حدش، عشان كلكم كده لما سالتكم كله قال عباده وعماره. لا استنى، ده في اثنين كمان اللي من غيرهم لو ما عملتهمش انت ممكن الاثنين الاولانيين يودوك في حته ثانيه خالص، يبقوا سبب انت تخش النار اصلا. فالثالثه ايه بقى؟ علاقتك بنفسك. نفسك اللي معاك دي اللي هي برضه بنقصرها من القران، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من وقد خاب من دساها. فربنا بيقول لك ايه؟ ربنا الهم كل نفس، كل واحد فينا الهمه استعداد للفجور واستعداد للتقوى. تمام؟ الشيطان بيراهن على الفجور ونفسك الاماره بالسوء. طب ربنا بيراهن بقى على التقوى، ان انت تروح له باختيارك. ليه؟ لانه خلقك على الفطره. تعالوا برضو الايه بتقول، ماشي اتفضل. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. لما سالنا، بصوا الايه من الاول،
اخذ من بني ادم من ظهورهم ذريتهم، كلنا انت واولادك واولاد اولاد الى يوم يبعثون، يعني كلنا كل الخلق اللي هيدخلوا ربنا جمعنا كلنا في عالم الارواح زي ما في التفسيرات بيقولوا. مش عارفين عالم الارواح ولا احنا شفناه كده؟ ودي الفطره بقى، عشان من هنا جت الفطره. وراح سالنا الست بربكم؟ كلنا قلنا ايه؟ كلنا بلى شهدنا. راح كمل قال ان تكونوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، عشان ما تجوش يوم القيامه وتقولوا ايه؟ احنا ما كناش عارفين. النفس، فقلنا ان الشيطان، انت كل واحد فينا النفس اصلا مستويات النفس ايه؟ نفس اماره بالسوء ونفس لوامه ونفس مطمئنه. فانت مبدئيا بنبدا بالنفس الاماره بالسوء، اللي هي لو ده اللي مش هيزكي نفسه بقى، اللي هو مش عارف الغايه ولا اي حاجه، فهتفضل نفسه كل ما تقول له ذنب ولا في دماغه، كل ما هيحسد حد ولا في دماغه، كل ما هيحقد على حد ولا في دماغه، كل ما هيبقى سبب انه يفشل حد ولا في دماغه. نفس كده زي ما هي حلوه، هي كده تمام. فدي الاماره بالسوء اللي هي بتخليك تعصي وما بتلومكش. طب تاني حاجه، اول ما بتبدا تجاهد بتيجي للتانيه بقى نفس لوامه اللي هي تعصي، تقول لك مثلا ايه؟ ما تقوم تصلي الفجر مثلا، يعني خلاص دلوقتي يعني قلقت على الفجر كده، فتقول لك ايه؟ قوم صلي الفجر. يجي الاماره بالسوء بقى، يا عم نام يا عم مش عارف ايه. فلو نمت، يعني لو نمت اهو تيجي النفس هي اللي تلومك، مش انت اللي قايله لي، مش انت قلت لي نام، هي هو ده بص، وده مش انفصام ولا لا، هو كده. هي دايما بين حالتين، ودي اصعب مرحله علينا كلنا بقى، اللي هي كلنا فيها حاليا. يعني اتمنى ان كلنا طلعنا من اللي هي الاماره بالسوء دي، اللي هي بتحصي وما بتلومكش. لا، انت بقيت بتحصي بس بقلبك وجعك، قلبك يقول لك لا انت مش كده. مثلا تيجي تتصدق، يا عم انت محتاج الفلوس دي، وبعد اول ما تعملهاش انت ما تصدقتش ليه؟ يعني انت كده والله مع نفسك. وعلى فكره هتلاقوا الصراع ده بينكم لما هتوصل المرحله دي، هتقول لك اعمل الذنب وبعد انت عملته ليه؟ لا مش انت اللي قايله لي، هي كده بقى. بس على فكره الواحد بيتبسط لما يجي في وقت زي ده، الوقت اللي احنا فيه ده في رمضان، ويلقى ان الحاجات اللي هي كانت نفسه بتنام فيها دي هو ابتدي يعملها فعلا، يعني ان هو يتصدق او ان هو يقوم يصلي الفجر وما ينامش قبل ما يعمل الحاجه دي، بيحس ان هو فرحان بنفسه. لا انت متصالح مع نفسك، مفيش اي حد بره يقدر يضرك. لو انت وصلت، مين شاف فيلم كونغ فو باندا؟ الدفعه الاولى بس اللي شافته كونغ فو باندا، الجزء الثاني. الثاني كان بيتكلم عن ايه؟ الجزء ايه؟ الانيميشن كان بيتكلم عن ايه؟ الجزء الثاني كان بيتكلم عن السلام الداخلي، الانر بيس بتاعك ده. فانت السلام الداخلي ده يعني حاجه اول ما بتوصل لها بقى بترتاح، انت متصالح مع نفسك. عارفين اللي هو مثلا ايه؟ مش لا بتحقد على حد ولا بتبص لحد ولا بتقارن نفسك بحد، انت بس منشغل بعيوب نفسك. لان برضو كان في ناس كانوا بيدعوا ربنا كتير قوي زمان وربنا مش بيستجيب، فراح الواحد صالح بيقولوا احنا عمالين ندعي وربنا مش بيستجيب لنا. فراح قال لهم بقى، قال لهم كذا سبب، وكان جزء من الاسباب وانشغلتم بعيوب الناس فنسيتم عيوبكم. كل واحد فينا مركز، اللي مش بيزكي نفسه بقى مركز في ايه؟ ان هو يبص على عيوب الناس، شايف العيب اللي في اخوه ده ولا في صاحبه ولا في اللي معاه في الكليه قد كده، والعيب اللي عنده قد كده. لا يقول لك انت بتشوف البذره اللي في عين اخوك شجره وما بتشوفش الشجره اللي في عينك، يعني عيبك مش شايفه، انت بس منشغل بايه؟ بعيوبه هو. شوف بيلبس ازاي، شوف بيعمل ايه، شوف. طب وانت؟ لا انا زي الفل، انا بص انا نفسي كده زي ما هي، انا ما بعصيش اصلا، انا اللي بعمله ده اقل. فقاعده تحطها بقى في الحاجه دي عشان تريحك. يقول لك ايه؟ ما تقارنش نفسك بحد. او بصوا، انت مش بيقول لك ايه؟ بص يا ابني دايما للي اقل منك وما تبصش للي اعلى منك. لا انت هنعدل فيها شويه، بص للي اقل منك في الحياه اللي هو فلوسه اقل منك عشان تبقى راضي، بس دايما بص للي اعلى منك في علاقته بربنا. يعني مثلا انا ما بصش مثلا ايه؟ بصوا طريقه التفكير دي، واحد مثلا في رمضان اهو فيجي يقول، يبص على اصحابه مثلا، يا عم دول ما بيصليش التراويح، ده انا بصلي العشاء حاضر، يعني انا احسن منهم اهو. فمش راضي، هو يبص سايب نفسه وبيقارن بالله منه. طب ده لو بص بقى للي بيصلي التراويح وبيصلي القيام وبيصلي كمان لما بيروح قيام ليه، هيعمل ايه؟ هيغير منهم، صح؟ لما هيغير منهم هيبدا لما قارن نفسه باللي اعلى منه في الدين بدا يحس لا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ايوه هو ده بقى اللي انا اتنافس فيه. انما لو هفضل ابص على اللي ما بيصليش اصلا هتلاقي عبادات كتير هانت عليك، هتلاقي اللي انت كنت بتعمله زياده لا انا مش هعمله. طب يا عم ده في ناس اساسا هم ما بتصليش، اصلي انا ليه بقى؟ او على الاقل كفايه عليا ال5 اوقات وشكرا، هم ما بيصلوش اصلا. طب هم بيكذبوا وبيعملوا، طب انا هكذب بس. طول ما انت باصص لاقل منك في الدين انت مش طموح، وهتفضل تقل من غير ما تحس. طب لما تبص لاعلى منك في الدين لا هتغير بقى، اللي هو نفسك هتقول لك هو احسن منك في ايه، اللي هي اللوامه بقى، ما تعمل زيه، ما تخليك انت اقرب لربنا زيه، او شوفه بيعمل ايه واعمله. فانت بص للي اقل منك في الدين
للي اعلى منك في الدين، بس بص اللي اقل منك في الحياه، اللي هو بقى الحاجات الماديه، الفلوس اللي كذا، عشان تحس بالرضا. لما حد يقول لك ايه ده انا عندي بيت، طب يا عم ده غيرك عنده اوضه، فكده تقول الحمد لله. ما تبصش اللي عنده فيلا. يعني لو حد عاكسها هيبقى باصص اللي اعلى منه في الحياه واللي اقل منه في الدين، فيجي يبص اعلى منه في الحياه دايما سخط القدر، شوف انا عندي بيت بس هو عنده فيلا ومش عارف ايه، ده ربنا مديله احسن مني، ده عشان عامل ايه؟ عاكس الحاجه، باصص اللي اعلى منه في الحياه اهو. طب في الدين بقى، يا عم انا بصلي وبعمل، هم ما بيصلوش اصلا، لا انت عاكسها، خلي القاعده عندك هبص للي اعلى مني في الدين واللي اقل مني في الحياه، عشان ابقى راضي دايما، عشان ابقى دايما ايه في جهاد النفس. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا الصحابه بيرجعوا من الغزوات، وبصوا المقصد اللي عايز يقولوا للصحابه ولينا من بعده، لان هو كان عارف ان في ازمنه هتيجي ما فيهاش جهاد، يعني ما فيهاش حروب بالسيوف والجو ده. فكان قال لهم ايه لما كانوا بيرجعوا من الغزوه، لما كان بيشوفهم يقول لهم عدتم من الجهاد الاصغر للجهاد الاعظم، جهاد النفس، اللي هو حالك الدائم مع ربنا، ده جهاد نفسك. فحتى كان بيقول لهم الجهاد اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده صغير، ما كانش عايز ياسس لهم ان ده الكبير، عشان لما يعني مش دي اكبر حاجه، عشان عارف ان هيجي في ازمنه الناس فيها بقت في سلام مع بعض، يبقى انا كده ما بقيتش، يبقى انا ما بعملش الجهاد الاكبر ولا ايه؟ لا، لان هم كانوا بيعملوه ده الاصغر. طب الاكبر ايه؟ جهاد النفس بقى، انت ونفسك دي معاك على طول. يعني ما تصليش وتعمر وانت بتحقد على حد، انت تصالح مع نفسك، اقعد كده معاه، ايه عيوبي؟ ايه اللي عندي وحش؟ سيبك بقى، ما تبصش العيوب اي حد خالص، كل واحد انت مش هتحاسب عن حد، انت هتحاسب عن نفسك انت. فتبص للناس كده، ايه عيوبي انا؟ سيبوكم من الناس، عشان لو طول ما انت منشغل بعيوب الناس عمرك ما هتشوف عيب نفسك. فانت بص لنفسك دايما، ايه العيب اللي عندي؟ طب انا مثلا عندي واحد، انت اضرب نفسك اكتر من اي حد تاني، بس تقعد وانت صادق بجد بقى، تقعد تجيب ورقه وقلم، اتمنى تعملوا ده النهارده، وتكتب فيها اسمك احمد ده او السين الفلاني ده عنده ايه غلط، عنده ايه بيعمله وحش، وكل واحد عارف بقى اللي بعده عن ربنا بجد، او الحاجه اللي عايز يغيرها بجد، وتبدا تكتب. كتبتها ابدا خد خطوات بقى وحلها، ما تسيبهاش كده. والكلام اللي بقوله ده ما ينفعش يتاخد كمجرد كلام، دي الغايه اللي احنا عايشين عشانها دلوقتي. ربنا مش جايبك تلعب وتقعد على طول عايش كده، لا، انا جايبك لغايه لازم تعملها، عشان في الاخر ادخلك الجنه، عشان في الاخر تكون عرفتني واستمتعت بالحياه وبالدنيا، خدت حسنه الدنيا وخدت حسنه الاخره. فدي التزكيه، اللي هو دايما ايه، انت منشغل بنفسك، منشغل بعيوبك، ما تبصش لاي حد، وطول ما انت شغلك الشاغل نفسك، انت كده ماشي في طريق التزكيه الصح، اللي هو ايه؟ طريق التزكيه، قد افلح من زكاها. وانا شايفه ان احسن حاجه تظبط كل حاجه في حياتنا كشخص ان احنا نبطل نكذب. انا لما هبطل اكذب على نفسي واشوف ان العيب اللي فيا ده حاجه كويسه وانا اقدر اكمل بيها. لما ابطل اكذب مش هكذب على ماما اي حاجه صغيره، وابقى ممكن يعني اول حاجه هاخد معصيه الكذب، وتاني حاجه هاخد معصيه ان انا مش صادق، ممكن اكون مش بضر نفسي بالحاجه اللي بعملها، بس انا باخد ان انا معصيه ان انا مخبيه عليها اصلا. صح؟ الكذب يعني هم كذبين على الناس وعلى نفسي، فانا لما احل مشكله الكذب او مشكله واحده بس، فانا كده حليت مشكله كتير قوي. صح، اللي هو خليك صادق مع نفسك. وعلى فكره من امراض القلوب، هبقى اديكم حاجه عمليه للموضوع ده تحل لكم الموضوع ده كله. امراض القلوب كتيره جدا، ممكن الغفله، اللي هو اساسا الغفله اللي هو ناسي ان في اخره اصلا، مفيش اخره، او مؤمن بالاخره. يعني انت كمسلم كلنا عارفين ان في اخره، طب هل انت بتعمل للاخره حاجه؟ لا، يبقى انت مش ما عندكش اليقين. وكان بيقول لك ايه؟ ان اليقين عافيه الدين. ربنا لما بيرزق حد اليقين بوجوده وبكل حاجه ان ربنا عايش ومتيقن بيها، انت كده عافيه الدين بقى، انت كده عافيه، انت كده صح في دينك. فدي ثالث حاجه، علاقتك بنفسك ايه؟ التزكيه. دايما انشغل بعيوب نفسك بس، ابوس ايديكم ما حدش يبص لعيوب حد، مالكش دعوه باي حد، لا هتتحاسب عن ده ولا عن ده. طيب انا دلوقتي بعبد ربنا بحب وبعمر من الارض ومن نفسي، وجيت مع نفسي وعمال ازكي فيها، طب انت كده مؤهل لايه بقى؟ طب علاقتك الناس الباقيه، كل الشعوب، الايه بقى اللي جايه بقى، علاقتك بالناس ايه؟ التعارف. نأصلها برضو بالتأصيل القرآني عشان تبقوا عارفين الايات. يا ايها الناس، هنا بيكلم مين؟ الناس كلهم. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ليه يا رب؟ لتعارفوا. وكمل الآية بقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أقف بقى هنا بقى، قال لك إن أنا خلقك ولاد وبنات، ذكر وأنثى، ليه؟ لتعارفوا. طب شعوب وقبائل مختلفين ليه؟ تتعرفوا على بعض. طب دلوقتي لو بصينا في تعارف أصلا؟ ده كلها حروب، كلها مجازر، كلها خناقات، كلها حب. بلاش مع الآخر. نفسك ده، في ناس بتوصل لمرحله ان نفسه بالنسبه له اخر، مش عارفها اصلا، ما يعرفش نفسه، بيقول لك انا مش طايق نفسي، انت ما تعرفتش عليه. ناس تانية، دي اكبر حاجه بقى اللي هي ربنا ما يوصلنا ليها، ربنا بالنسبه له اخر، ما يعرفوش اصلا،
ما يعرفش عنه ايه، اللي هو مش عنده المعرفه بالله لا بالصفات الجمال ولا بالجاه، هو عايش كده، اللي هو بقى الالحاد والحاجات دي. فانا لما اكون كده، لا ده علاقتي بالاخر. خلي بقى نظرتك ايه في التعارف بقى كده، انت دلوقتي بتعبد وبتعمر وبتزكي كده، انت مؤهل، قلبك بقى نضيف، ان انت لما تبص على صاحبك ده او اخوك ده، خلينا نقول نبدا الاول ايه من اللي من جوه دينك، اخوك اللي من جوه دينك ده تبص له نظره التعارف، ما تكرهوش ابدا ابدا، اللي هو توصل لمرحله، لا خلي المرحله دي بعد الجايه. طب ده اللي من دينك تمام، ببص له نظره صلى الله عليه وسلم، ببص له نظره ايه تعارف، وببص له نظره حب، مش بقى عايز، مش بص انا ببص له كده بغل هو احسن مني ليه، فاهمين انتوا؟ ده مش ما عندوش تعارف خالص. طب بالنسبه للي بره دينك، ما قال لك شعوب وقبائل مختلفين اهو، قبائل هنا برضو معناها ديانات مختلفه، طب ده هبص له بايه؟ هل هنعمل الغلطه اللي احنا كلنا واقعين فيها وعمالين ندخل الناس الجنه والناس النار واحنا قاعدين؟ انت مسيحي فانت داخل النار، طب ده كده وانا داخل كده كده الجنه عشان انا مسلم ومعايا البطاقه بتاعتي اللي هتدخلني الجنه؟ مين قال لك كده؟ اكبر غلطه كنت عايش عليها غلط واللي اتربيت عليها غلط، واغلبنا اعتقد ان انت كده كده داخل الجنه وكل المسيحيين دول وحشين وداخلين النار كلهم، والكفار وكل الناس داخله النار، ما فيش حد داخل الجنه خالص، انت بس. يعني العالم فيه كام واحد حاليا؟ 7 مليار او 8 مليار، منهم كام مسلم؟ 1.5 مليار او نقول 2 مليار. طب ال5 مليار بني ادم اللي ربنا خلقهم دول كلهم هيتعذبوا؟ ولا ربنا ليه مقاييس تانية خالص غيرنا؟ وفي ناس بتعمل ايه؟ تيجي واخد بالك ايات من القران اهو، ان الدين عند الله الاسلام، مش عارف هنا اسلام يعني ايه، مش عنده فقه في اللغه، لا ما الاسلام لا، ده انت تعالى بقى لما تيجي تقعد مع حد دارس لغه او حد فاهم فقه بجد هيجي يعرفك حاجات تانية خالص. هتبص للموضوع من نظره الامام الغزالي مثلا من 1000 سنه، جه قال ايه؟ كان بيقول لك ان في ايه في القران، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا مش هيعذب اقوام ما بعتهمش رسل، تمام، لان ما حدش بلغهم رسالاته. راح الامام الغزالي قال لك طب احنا هنوسع المفهوم ده بحيث يشمل دول اسمهم اهل الفطره اللي هم في عندنا يعني. قال لك ان اهل الفطره يشملوا الناس اللي ما سمعتش عن الاسلام في الوقت ده سماع غير لافت للنظر، ما يعرفش ان في اسلام اصلا. ما تخليش نظرتك تبقى ضيقه تقول لي طب ما المسيحيين اللي عايشين معانا عارفين. طب هقول لك حاجه عمليه تعملوها. في واحد اسمه مورجان فريمان عامل افلام وثائقيه عن قصه الاله، لسه نازله جديد، اتفرجوا على دي هتشوفوا ديانات مختلفه وحاجات فعلا ما يعرفوش اسلام اصلا. كان بيصور جزء من الفيلم جه في مصر خد كل الديانات، خد ايه؟ واحد كوري اسلم في كوريا الجنوبيه، فبيتكلم بيقول ان هو ما كانش عارف حاجه عن الاسلام اصلا. يا جماعه في ناس ما سمعتش، وغير كده في ناس سمعت غلط، ده في اللي سمع غلط ده يعني يا ريته ما سمعش كان منصف، لا سمع حلو ولا وحش، لا ده سمع غلط، فاستحاله هيجي لك. غير كده لو جه مثلا يبص يقول خلاص يا رب انا هتعرف عليك واشوف انت نزلت ديانات ايه، فقال هبص على الاسلام مثلا وفتح التلفزيون ليه ايه؟ تفجير بين شيعه وسنه جوه مسجد، يا نهار ابيض هيجي الدين ده؟ وده اللي بنشوفه في الاخبار على طول، يقول لك تفجير بين كذا وكذا، خناقه بين شيعه وسنه في العراق في مسجد ففجروا المسجد. حلو، هو ده ديننا، هو ده اللي وصل. الداعيه يوسف اسس بيقول لك الحمد لله انا عرفت الاسلام قبل ما اعرف المسلمين. ايوه، عرف الاسلام قبل ما يعرف المسلمين. اللي هو لو عرف المسلمين، انت نفسك حط نفسك مكان الشخص التاني اللي هو اللي ربنا خلقه في اسره ثانيه، كنت هتيجي الاسلام؟ كل واحد يبقى صادق في السؤال ده بجد، ما تقولش لا انت والله لو بافعالنا دلوقتي انا واحد من الناس والله ما كنت هاجي للافعال دي، لو ما كنتش فعلا بقى ربنا عرفك عليه بجد، او لو ما قعدتش مع حد دارس بجد او فهمك ان الاسلام حاجه ثانيه. الاسلام غير المسلمين خالص، الدين حاجه والتدين حاجه، لان في تدين غلط، في تدين بينفر الناس من الدين. الله ورسوله حاجه، والبشر الغير معصومين دي حاجه ثانيه خالص. يعني انت خد من الاصل. طب هو ما وصلوش الاصل ده وصل له ان احنا ديننا دين عنف، واللي مثلا زي حركات داعش مثلا، او اللي هو يجي يقول لك ايه، ياخدوا ايه مثلا حديث من السيره، نصوا الحديث ده وتعالوا نشوف الواحد مش دارس. احنا مثلا اهو يجي الحديث قدامك، قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فيجي واحد بقى مش دارس ومش دارس الواقع ولا دارس الشرع، يجي واخد الحديث كده امرت ان اقاتل الناس تبتلى، يجي بقى مطلع هيقاتل الناس بقى ويقول لك ده انا بعمل الحديث اهو، انت ما تكلمنيش، ده النص اهو. فعمر الازمه ما كانت في النص، الازمه دايما في مفهوم النص. انت فهمته ازاي؟ امرتوا مش امرتوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بس، مش امرتم، مش انتوا، تمام؟ ان اقاتل الناس. مين الناس هنا؟ كل الناس، ولا كان يقصد في الحديث ده الشويه اللي هم في شبه الجزيره العربيه، الخليج اللي هم في شبه الجزيره العربيه، اللي هم امتى؟ بعد ما كفوا ايديكم وبعد ما بلغ الرساله جاله الامر بقى من ربنا، تمام؟ حتى يقولوا لا اله الا الله. فالناس هنا يجي واحد واخدها يقول لك كل الناس، يلا انا همسك كل الناس اللي ما بيقولش هتقول لا اله الا الله ولا اقتلك،
هو كده وانا بعمل الدين اهو، فده مش واخد دينه صح. ويقول لك ومعاه النص فعلا، يقول لك النص اهو. فانت لو مش دارس، طب خلص ندي الصوره دي لواحد من الغرب مثلا، ايه اخبار الصوره كده؟ يقول لي عن الاسلام ده دين عنف، صح؟ هو انا يا اما اكون معاك يا اما تقتلني، هي دي الانسانيه. مش هيجي لك اصلا ولا هيفكر. عشان كده داعش وغيرها وغيرها طلعوا من ده. فانت علاقتك بالناس علاقه ايه؟ تعارف، علاقه محبه. جزء من التعارف ان الاخر ده انت تعرف ثقافته جدا وهو يعرف ثقافتك جدا. مش بس انت تكون ايه، انا مخبي نفسي كده ومش عايز اعرف هم بيعملوا ايه ولا عايز اعرف هم اتقدموا ازاي، لا لا خليني زي، لان انا لو رحت هناك ممكن ابقى زيهم. لا، ده ربنا عالميه الدين، انت عندك في دينك زي الجسد الحي كده، بياخد كل حاجه وبيطلع الوحش. فانت دينك كده بالظبط، دينك عالمي، دينك واسع جدا يستوعب كل حاجه ويطلع منها الشرع الشريف. فاللي هيجي يبني، العقليه اللي تيجي تبني بتعمل ايه؟ تستوعب الشرع الشريف جدا بعمق، وبتستوعب الواقع بعمق، وبتبني جسور بينهم. فيحكى الدين مرة تانية هاديا للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. ما قالش للمسلمين، ما قالش لفئة معينة، ده لكل الناس. فأنت دينك أو نظرتك للناس نظرة إيه؟ من هنا وجاية بقى، نظرة تعارف. ما تبصش لاقي حد لا مسيحي ولا غيره وتقول له أنت في النار، مالكش دعوة بيه، مالكش دعوة بيه، ولا مش أنت اللي ماسك مفاتيح الجنة والنار. مش يمكن هو قبل ما يموت يأسلم وأنت ربنا يحاسبك إن أنت ما بلغتش الرسالات، صح؟ صح؟ او حاجه تانية ان هو يروح عند ربنا ويكون من اهل الفطره، ما سمعش عن الاسلام سماع يحرك جواه بقى، ما سمعش عنك صح وانت ما وصلتوش صح. طب تعالى انت بقى حاسبك وهو ربنا يجي مدخله الجنه عشان بس هو ما سمعش صح. فبوس ايديكم، النظره بتاعت المسيحيين كلهم في النار واحنا كده كده مسلمين وداخلين الجنه ومعانا البطاقه، انسوها. انت ليك دور في الاخر ده، وتوصل لمرحله اعلى حاجه في التعارف، انك توصل لمرحله انك تشوف الاخر ده وتبص له بنفس النظره اللي الاب او الام بيشوفوا اولادهم بيهم. ففي اب وام هيأذوا ولاده؟ استحاله. فانت بقت نظرتك للاخر ان ما عمري هاذيك، ما عمري هاذيك حتى لو انت جيت اذيتني. ودي برضو من القران. ايه، شفت قصه هابيل وقابيل؟ لما لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. قال له ليه بقى؟ اني اخاف الله رب، انا خايف من ربنا، انا مش ناسي ان احنا لينا رب وان احنا لينا اله وراجعين له. حتى لو انت قتلتني دلوقتي انا مش هقتلك، لان انا رايح لربنا وانت كمان هتجيله. بس انت كده هتكون عملت ايه؟ هم منهجين دلوقتي على الارض، منهج الانسان اكبر اللي هو بدا منه فكره الالحاد اللي هي الانديفيدواليزم، ده منهج خالص اللي هو طلع منه نظريه التطور بتاع داروين، ده طلع منه اللي هو ايه، فكره الفرديه، بس الانسان هو الاكبر، انت عيش للذه. اللي هو في الغرب بيكتبوها ايه، يقول لي ليف وانس، انت هتعيش مره واحده بس، فعيشها بقى ايه، خد اللذات وخد كل حاجه، مش مهم حلال وحرام. الثانيه ايه، الله اكبر. فالاثنين هنا كان ربنا حكى لك القصه دي في القران عشان يعرفك ان في ناس هتعيش بمنهج الانسان اكبر وناس الاخره. والثاني قال له ايه، لئن بسطت الي يدك لتقتلني انا مش هعمل زيك، ومش لو انت غلط انا مش، بالعكس ده التعارف ان انت لو انت وحش انا هوريك الحلو اللي عندي. التسامح اللي انتوا لما هتقروا في سيره النبي عليه الصلاه والسلام هتعرفوا ان هو انما انا رحمه مهداه. ولما ربنا في القران بيقول له ايه، احنا قلنا اول خطوه هتعملها هترسخ ايمانك في العقيده في لا اله الا الله. طب الثانيه سيدنا محمد رسول الله، ان انت تفهم الذات المحمديه بجد بقى. يعني ايه ربنا في القران بيقول فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا لاخر الايه. فبص بيقول له فبما انت ايه الرحمه دي؟ هو ربنا اكيد عارفها، بس بص باللي هو معناها في اللغه يعني صيغه مبالغه. انت اللي هو يعني انت سيدنا محمد لما هتقرا في قصته لا ده حاجه ثانيه، دي النفس الكامله بجد اللي هي بقى ولا اماره بالسوء، لا دي النفس الكامله، النموذج اللي هو الغرب نفسه اعترف ان هو احسن. في كتاب اسمه اعظم 100 شخص في التاريخ، تمام؟ اول شخصيه حاطينها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. الوحيد قال لك ايه سبب اختيارهم؟ قال لك ان ده الوحيد اللي عمل توازن ديني في الروح وكده وتوازن مجتمعي. وكان المعجزه اللي بيقولوها في التعارف، بص وصلت لحد فين بقى، لو كان صلى الله عليه واله وسلم معجزته الوحيده الصحابه لكفى به. ازاي يعني؟ قصدهم ايه؟ قال لك شوف الصحابه دول كانوا مين؟ سيدنا مثلا بلال الحبشي، صهيب الرومي، سلمان الفارسي. فشوفوا دول شعوب وقبائل مختلفه خالص اهو، واللي من الحبشه واللي من الروم والاسود والابيض، تمام؟ غير المهاجرين والانصار وهكذا. طب احنا لما بنقول عليهم بنقول سيدنا بلال بس، عارفين هو من الحبشه ولا ليه ما بنقولش كده؟ حصل بينهم سيدنا محمد الف بين قلوبهم، لما ربنا في القرآن بيقول له ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. فقال لك المعجزة لو كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام معجزته دي بس إن هو ألف بين قلوب الصحابة وخلاهم يحبوا بعض وإن هم فتحوا الدنيا كلها لما كانوا عندهم تعارف بجد وكانت نظرتهم نظرة حب وكده، دي معجزة لوحدها تكفي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالتعارف
حاجه كبيره جدا. اتمنى من النهارده كل واحد فيكم يبدا يعيش بيها. ده كان اول جزء من المحاضره. طب دلوقتي الغايه من خلقك ايه؟ الخلاصه بقى في الاول جزء هنلخصها في 4 جمل. علاقتي بربنا، العباده بعمق بقى، بحبه ومعرفته بجد. علاقتي بالارض، التعميق مش التخريب. علاقتي بالناس، التعارف. علاقتي بنفسي، التزكيه. تمام؟ فهم دول ال4 حاجات اللي احنا جينا عشان. فما ينفعش واحده تقع. على فكره خد بالك، ما انت لو عملت ال3، طب تعال نقول واحد عمل ال3 اللي هو زكى نفسه وعمر بس بص للاخر ده ونفره عن الدين، هيحاسب برضه. فال4 دول كده انت عرفت الغايه صح بقى. لما حد يسالك ما تقولوش عباده وعماره بس، لا ده في ليه علاقه بربنا وبنفسي وبالارض وبنفسي، بنفس اللي هي نفسك الاماره بالسوء كده. كله واضحه عند الكل. اسالي. ازاي بقى اعرف معنى لا اله الا الله؟ ازاي اعرف معنى لا اله الا الله؟ تمام. احنا زي ما قلنا في الحته دي، عشان ترسخ ايمانك في العقيده لازم تعرف ربنا بجد. ليه معرفه الله بجد بقى؟ ابدا اعرفه بجد، وابدا اقرا عنه بجد، وابدا يعني تخلص من كل حاجه كده. وانا يا رب هعبدك وهشوفك وهمشي مع الدليل لحد ما اقوي العقيده الاول. تمام. وبعد كده اروح بقى للاخر. يعني بس ما تنعزلش على نفسك. لان اقول لكم حاجه، قال لك ان 5 انواع من العقليات، وخدوا بالكم من دي عشان دي اللي هتودينا للجزء الثاني. دي النقله اهي بقى. 5 انواع من العقليات لازم تاخد بالك منهم ايا كان انت مين. ولو انت واحده من ال5 اللي هنقولهم يبقى انت غلط. في واحده اللي هي المفروض ان احنا نكون عليها. اول عقليه قال لك عقليه، هم حزمه كده وهنسموهم عقليه الخرافه. قال لك اول واحد العقليه اللي هي عقليه الانحصار. عقليه الانحصار، سيب الخرافه دي دلوقتي. عقليه الانحصار ده تفكيره ايه؟ او ده العقليه بتاعته ماشيه ازاي؟ وكل واحد يقيسها على نفسه بقى. عقليه الانحصار بتقول ان انا هنحصر على نفسي وهطلع اعيش في الصحراء. العزله هي الحل. مش هتعرف، مش هبص على الناس، مش هقدم ديني صح. لا، زي ما عملوا في السبعينات التكفير والهجره، لما خدوا كده خيم وكانوا عايزين يعيشوا في الصحراء. طب ما هو ده غلط. انت ليك دور في الاخر. لو انت مش عندك حاجه تقدمها له يبقى انت كده قدمت ايه؟ صح؟ وهتقول له ايه عندك؟ ما عندكش. انت خايف وقاعد. فاول حاجه عقليه الانحصار. طب تاني عقليه الانتحار. ايه عقليه الانتحار دي؟ عنده التفجير هو الحل مش التفكير. عنده مثلا يجي واخد من القران، ده عقلته كده. يجي مثلا ماسك القران ويجي مطلع منها ايات او حديث زي اللي انا قلته، ودي عقلته بقى اهو. ويلا ونسي كل الايات، نسي كل الايات ان هو الرحمه والعدل نسي كل ده. واخد هي عقلته دي بس. واخد الايه ومن غير ما يفهمها، من غير ما يستوعب الواقع، ويلا رايح يحارب بيها ويقول لك انا كده بعبد ربنا، انا كده ماشي على المنهج. فعقليه الانتحار دي اللي يطلع منها داعش. تمام. اللي هي بتقول لك التفجير هو الحل. الاخر ده اخر اهو، هروح اقتله. مش هروح اعرفه اللي عندي، مش هروح اقول له ان انا عندي حق وخير وعدل وجمال. لا، انا عندي قتل، هقتلك يا انا يا انت، مفيش انا وانت. فدي تاني عقليه الانتحار. ثالث حاجه عقليه الاشترار. ده واحد عمال يقترن من الماضي، يجيب كده حاجات من الماضي ويقول لك ايه ويعيش بيها. مش عايش دينه في عصره. يعني اللي هو عايش بنسقه وروحه في 2016، بس عقليته من القرن ال15. مش عايش دينه في عصره زي ما الناس التانية. فيجي يقول لك ايه الموبايل حرام واللاب حرام والتلفزيون كل ده حرام. يا عم لا، الحاجه اتغيرت. ممكن لا، هم زمان ما عملوش كده. مثلا تيجي تساله سؤال اركب في مثلا لو انت مسافر جمل ولا الطياره، هو ما بيسالش سؤال الطياره ابدا، هو دايما مع سؤال الجمل. يا عم مفيش جمل، مفيش حد بيسافر بجمل، لا هو جمل. ده عقليته ايه؟ عمال يشتر من الماضي، يجيب لك حاجات من الماضي وبس، عايش مع نفسه كده. طب العقليه الرابعه الاشترار، بيشتر الماضي يجيب منه. العقليه الرابعه عقليه الانبهار. الانبهار ده عنده ايه؟ التقليد هو الحل. بص على ثقافه الغرب وشافهم متقدمين قوي ماديا كمان مش روحيا، قال لك بس هم تقدموا ليه؟ لان هم تخلوا عن الدين. لان في فتره في العصور الوسطى الكنيسه قعدت برضو تعمل اللي هو احنا دعاة الحق، فراحت الناس نفرت عن الدين فسابوا الدين فتقدموا. هو يعني مهيأ له كده. فمنبهر جدا بثقافه الغرب دي. يبص على الغرب، الله ده ثقافته حلوه قوي. طب هم عملوا ايه؟ سابوا الدين، انا كمان هسيب الدين. هم ما سابوش الدين علشان هم هيتقدموا، سابوا الدين علشان برضه كان في فتره انا بقول ان هم كانوا بيتسلطوا باسم الدين، ان احنا بيعملوا حاجات غلط باسم الدين، فالناس نفرت. ايوه، ما انا بقول لك هي دي في العصور الوسطى. لا ما انا بقول لك. تمام. فراح قال لك ايه؟ هو لما بص خد دي بس، فراح قال لك هو اول ما سابوا الدين، وما عرفش هم سابوا الدين ليه كمان. قال لك خلاص هم تقدموا عشان كده انا هعمل زيهم.
وعنده التقليد بس تلاقيه بيلبس الموضه مش فاهم هو بيلبسها ليه. عامل حاجه ممكن تبقى في دينه غلط وعاملها. يلبس مثلا لبس مقطع يقول لك دي موضه، يعمل مش عارف. انت بتقلد بس ليه؟ طب انت ما عندكش حاجه تقدمها له؟ طب انت هتقدم له ايه لما انت بتقلده؟ انا بقلدك بس، طب انا هقدم لك ايه؟ ما عنديش حاجه اقدمها. فدي عقليه الانبهار، انا باصص للتاني كده، الله ده الغرب ده جميل قوي، بص عملوا ايه؟ طب انت كده بذمتك هتعرف تقدم له حاجه؟ خامس عقليه بقى والاخيره عقليه بقى ايه؟ عقليه الخواجه. مثلا سموها زي ما تسموها، المهم العقليه اللي هي منبهره بالاخر قوي دي. تمام؟ اخر حاجه العقليه اللي هو ايه؟ احنا قلنا انحصار، اشترار، اخترار بقى. الاخترار ده اللي هو ايه؟ قرا كلمتين ثلاثه في الدين وقرا كتابين كده فماشي عامل نفسه باعي. انا دلوقتي بقى انا بس اللي مسلم وانتوا كلكم مش مختار جدا، عنده اللي هو ايه؟ غرور بنفسه. انا قريت وكلكم وحشين وكلكم كفره، ماشي يكفر الناس كده زي ما بنشوف واحد يطلع دول كفر. عشان ده ايه السبب؟ لان عقليته عقليه ايه؟ هو قرا كلمتين في الدين او مثلا خد الحديث اللي هو زي اللي احنا قلنا ده بس مش فاهمه ومش عايش بيه الواقع، فيلا بقى اهو شفته ويقول لك انا مقتنع وجايب لك ايات من القران والاحاديث ويقول لك هو ده الدين بتاعي. يا فرحتي يا صباح الخير، ده انت دينك ما فيش مثلا غير ادي وكانت في زمن معين وكان ربنا قاصد بيها حاجات معينه وسايب كل الايات الثانيه وماسك لي في دي عقليه تبقى اللي هو الاخترار. انا خدت ايتين وخدت كده قريت كده بنش وكرنا كده بقى ايه؟ فاكر ان انا جبت اللي ما حد جبت التايه. فدول 5 عقليات اللي هو لو هنحطهم كده في حاجه ونسميهم عقليه الخرافه اللي هي ما ينفعش نكون عليها. في مقابلها ايه بقى؟ العقليه اللي الشرع الشريف والاسلام وكل الاديان جت عشان تبنيها. العقليه الفارقه، العقليه الناقده، العقليه اللي بتعرف تستخدم ادوات التكنولوجيا، اللي بتعرف تنتقد، اللي بتعرف تبني حضاره مش تهد، اللي بتعرف لو خدت حديث او خدت مثلا ايه او حديث تعرف تستوعب الشرع الشريف جدا وتعرف معناه وتعرف تستوعب الواقع جدا وتبني جسور وتعيش دينها في عصرها. دي العقليه اللي هو نادي القراءه كله معمول عشان نبنيها، عقليه النمو والعقليه الفارقه. ان انت في الاخر انت شايف ال5 عقليات دول اوعى تكون منهم. انت دينك دين عالمي، خلي عندك نظرتك للاشياء نظره تعلم بقى، خلي عقليتك عقليه نمو، عقليه كده اخد الحديث وما حطوش في غير موضوع زي مثلا اللي هينقل دم، واحد صاحبك عمل حادثه تمام ومحتاج نقل دم دلوقتي وخلينا نحسن الظن، فانت بحسن ظن عايز تروح تحييه فروح جبت دم ملوث، انت نيتك الاحياء اهو بس جبت له دم مش هينفع مع جسمه، انت ما تعرفش انت جاهل، جبت له دم مش هينفع مع جسمه وجيت اديته له فمات. فحسن النيه مش كافيه، انت كانت نيتك حلوه بس انت اللي قتلته بسبب جهلك. حسن النيه ما تطلعش دكتور من غير تصريح، انت مش دكتور. فانت هنا كانت نيتك الاحياء اهو بس انت بسبب جهلك عملت ايه؟ قتلته. وفي الاخر تقول انا جبت الدم، ما هو نفس الكلام الثاني يقول لك ما هو النص اهو، لا ما هو النص هنا مات مش احياء، هنا خلاص انتهى، فانت ما ينفعش تحطه في العصر انت لو قلت النص ده دلوقتي الناس كده هتبدا تقتل بعض عشان فهم خاطئ، لا. فهنا دي العقليه ايه؟ العقليه الناقده الفارقه اللي بتعرف تصنع حضاره. دي العقليه بجد اللي لو كلنا وصلنا ليها ترجع تاني كنتم خير امه اخرجت للناس. تعرف ساعتها انت مش منبهر، انت بصوا بقى العقليه اللي هي الناقده هتبقى عامله ايه؟ شفت ال5 عقليات الثانيه شلت منها كل العيوب، يعني انت بصيت للاخر وما انبهرتش وما انعزلتش وما اخترتش وما عدتش تجيب من الماضي، لا ده انت شفت الاخر عمل ايه، خدته منه الحلو وزودت عليه وبعد كده عملت ايه؟ قدمت له حاجه جديده. زي زمان في العصور الذهبيه بالنسبه لنا احنا كمسلمين اللي هو طلع منها كل العلوم، اللي هو دلوقتي في ناسا وكاله ناسا العالميه الكتاب اللي بيديه لهم في ناسا هتلاقي 70% من النجوم محتفظه باساميها العربيه. ليه وصلنا للمرحله المتقدمه دي؟ كان ساعتها عندنا وقت نفكر، كان عندنا وقت نشوف كتاب الله المسطور اللي هو القرآن الكريم وكتاب الله المنظور اللي هو ايه؟ الكون كله، وكنا بنعرف نبني قصور بين ده وده، ناخد الآية ونعرف نطبقها فبنعرف نطلع حاجة للعالمين. طب انت دلوقتي ايه المنهج اللي المسلمين مطلعينه للعالمين؟ ولا أي حاجة، احنا مصدر لهم قتل، وتبص الإسلام تلاقي الناس بتنفر منه. فانت هدفنا في الاخر من السيشن ده ان انت توصل لعقليه النمو اللي بقت عارفه الغايه من خلقها جدا، اللي بقت عايشه بايه؟ قلنا عباده وعماره وتزكيه وتعارف، ده من ناحيه، من الناحيه الثانيه ايه؟ اسلام اللي هو اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعمق تمام. بعد الاسلام هي الايمان تمام، وبعد الايمان الاحسان اعلى درجه اللي هو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. فانت من ناحيه بتعمل الغايه من خلقك ومن ناحيه مبسوط قوي بدينك وبتعبد ربنا، وصلت لمرحله الاحسان اللي هو الاحسان ايه؟ اللي هو برده كان معظم افكار خواطر كانت قايمه عليه ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا ذبحتم فاحسنوا، حتى لما تيجي تذبح لا لازم تعملها حلو كل شيء. فانت الاحسان ده اعلى مرحله.
ربنا يوصلنا ليها كلها. فلو احنا كلنا هدفنا من نادي القراءه برضو ان كل واحد فينا يبقى عنده حته الاحسان دي، مش هقدم حاجه غير وانا مطلعها على احسن ما يكون، عندي فيها احسان بجد. ساعتها لما الاحسان بيقولوا ان الاحسان يصنع من اللا شيء شيء، يصنع ثروه بجد. فدي ايه الغايه من خلقنا اهو، وهتعيش دينك ازاي. طيب واحد يقول انا عايز خطوات عمليه، تمام؟ انت كده قلت لي كل الكلام النظري، تمام، وعرفتني الغايه من خلقي وكل حاجه. طب ازاي اعيش بيها في العصر اللي انا عايشه ده؟ ازاي اعيش فيها في مجتمع انت لو رحت تصلي هيتريقوا عليك، صح؟ مجتمع لك يقعد عم الشيخ، يقعد دي ست الشيخه، لو مثلا ايه ده يا جماعه ده انا بعمل الف ب دي، انا رايح اصلي، اللي هو المفروض انتوا تكونوا معايا، لا تبقى التريقه دلوقتي. فانت هتعيش ازاي في مجتمع زي ده؟ دلوقتي احنا هنعمل حاجه انت كانسان اهو مكون من ايه؟ احنا مكونين من ايه؟ قلب، عقل، روح، وجسد، وعقل. الخمسه دول اكتبهم لكم ولا انتوا تكتبوا احسن؟ اكتبوا انتوا احسن عشان مش قادر الف والله على السبوره اصلا. مش الايام دي اللي هو لازم يفتوا خلاص. في احاديث غلط كتير. يعني في حاجه انا سمعتها من قريب ان هو المصحف الملون حرام، وان المساجد زخرفه المساجد حرام. ما اعتقدش ان دي حاجه صحيحه. ما اعرفش اجاوب لان انا ما اعرفش اجاوب. انا ممكن اقول لك انا سمعت قالوا كذا، بس انا ما بحبش احط مش فاهم على انا سمعت عن الموضوع ده كمان بس مش عندي علم. لو حكينا يعني انا مش مقتنعه بيها، بس اتمنى ان الناس فكره يعني انت واخداها من فكره الجمال فلازم نزينها عشان تكون جميله، واخداها من الفكره دي ولا من فكره ثانيه؟ دي حاجه من بعض الحاجات اللي احنا نعملها، وبعدين انت يعني بتزين بيت ربنا عشان حاجه تتقبل. في فكره الجمال ممكن واحد يحسبها كده، واحد يقول لك لا ياخد لك ايام القران. اتفضلي اللي ممكن نور تقوله دلوقتي. انا عايزه اقول حاجه. هو احنا قالوا لنا ان انا ظهرت في القران ده حرام. طب هو القران كان ملموم ساعه سيدنا محمد عشان سيدنا محمد بيقول حديث ان هو كان حرام. ده رد واحده نظريه اقنعتني جدا. بصوا يا جماعه في حاجه اسمها اختيار المرجعيه. اختيار المرجعيه ان انت مش اي حد يقول اي حاجه في الدين تصدقه. او حتى بالظبط. انت هقول لك حاجه، اصل شفتوا انا قلت لكم المره اللي فاتت الراجل اللي دخل على حلقتين علم، فدخل لاول واحد وقال له اجلس، قال له لا في نفسي منك شيء فطرده، والتاني قال له اجلس، قال له طيب، وقعد يعيط وكده. فده مرجعيه صح، ده عنده طول زمان ومستوعب قوي. المرجعيه تتقاس بابسط حاجه انه شخص يكون مستوعب الشرع جدا بكل حاجه وبعمق وبالقران، ومستوعب الواقع جدا وعارف التغيرات اللي حصلت والعلوم الجديده وعارف يبني كسور وعايشها صح، لا بينفر ولا بيكفر ولا اللي هم الخمس عقليات اللي احنا قلنا عنهم. طيب انتوا قلتوا 5 حاجات اللي هو القلب والعقل والروح والجسد والنفس، صح؟ هنحط لكل واحده حاجه عمليه وانتوا في البيت الباقي عليكم. يعني انا كده اكون خلصت ذمتي قدام ربنا، وبعدين انتوا بقى حرين، اللي عايز يعمل يعمل، مش عايز هو حر. اول حاجه هنبداها مثلا ايه؟ بالجسد. الجسد لازم تبقى عارف ان هو جسم واحد بس، وهي حياه واحده بس، وهتعيشها مره واحده بس وملهاش بروفه. فلازم تعيشها صح. يعني هي حياه واحده هنعيشها مره واحده وملهاش بروفه. يا ريت مثلا ايه جسدك ده لازم تهتم بيه، ده لازم مش بس. الفكره في الجسد ايه؟ ان انت لازم واقول لكم خطوات عمليه للبنات وللولاد. الولاد ما شاء الله الجيم، تمام؟ كلنا عندنا فيسبوك، صح؟ عندنا فيسبوك، تمام؟ الفيسبوك بالنسبه للبنات في صفحه اسمها جيم مصر فور جيرلز اللي هو ليكم انتوا. دي مش لازم تروح جيم بقى ويقول لك لازم تجري. انا عارف ان الواقع في بني سويف ما يسمحش بكل ده، فالصفحه دي بتاعت البنات بتهيئ للبنت ان هي تقدر وهي في البيت تحافظ على نشاطها وحركتها والكلام ده بحاجات في البيت. لا تروحي جيم والناس تتريق عليك ولا تجري على الكورنيش لا مفيش كده، تمام؟ فده بالنسبه دي خطوه عمليه اهو بالنسبه للجسد. تخشوا على الصفحه دي وهنزلها لكم على الجروب النهارده، خشوا اعملها لايك وخشوا في البوستات فيها هتلاقي كل حاجه. عايزه تخسي، عايزه تتخاني، عايزه اي حاجه جوه، تمام؟ مش سايبين حاجه ما شاء الله. دي حاجه بالنسبه للولاد صفحه جيم مصر. بس الرجاله بقى ما نروحش للتانيين، يعني احنا اللي الرجاله، تمام؟ دي حاجه. طب الجسم ده على الاقل كان في كورس اسمه ليرنينج هاو تو ليرن، اتعلم كيف تتعلم، وده لازم تاخدوه كلكم، مش اختياري، هنبقى نديكم يا رب يكون لسه مجاني. بس هو كان بيقول لك ان في طريقتين للتفكير، طريقه اسمها التفكير المركز والتفكير المبعثر، بس طبعا هو كان بيقول بالانجليزي. فالمركز ده ان انا مثلا اركز على الماده اللي قدامي دي بس او الحاجه اللي قدامي دي بس وافضل مركز عليها، تمام؟ طب المبعثر ايه؟ اول ما هتطلع تجري او تتمشى هتلاقي افكار جات لك. يعني ما حصلتش مع ولا واحد فيكم في مره ان هو مثلا وهو ماشي في الشارع جات له فكره حلت له مشكله كان عمال يفكر فيها، وطول ما هو يفكر ما جاتلوش، بس لما اتمشى جات له؟ كلنا.
انا احسن افكار بتجيلي وانا بجري وانا بتمشى وانت بتصلي وانا بصلي. وقال لك كل الحاجات دي اللي هو الحركه. انت لما عندك مثلا ماده ايه مش عارف تحفظها، من احسن طرق انك تتعلم لغه جديده تحط هاند في ودنك وتجري او تتمشى وتسمع اللغه دي. من احسن الطرق اللي هو بتسمع عن طريق الحركه وانت حاطط حاجه في ودنك وانت بتلعب جيم مثلا. المهم ان الحركه، ان الجسم ده لازم تهتم بيه على الاقل. مش لازم يبقى عضلات يعني، عشان انا الحمد لله مش عضلات وكده، بس المهم ايه ان انا بجري، لازم اجري كل في الاسبوع مرتين 3 لازم. بعشق الجري، والجري بيطلع كل الطاقات السلبيه اللي عندك. الرياضه مهمه جدا، حتى لو نص ساعه كل يومين 3 لازم تعملوه. فانت كده بتنمي ايه الجسم بتاعك، اللي هو لازم يبقى عندك على الاقل، عشان لما تيجي تسعى في طريق علمك او لما تيجي تروح تجيب علم ما تبقاش نحسان بقى ومش قادر وتنام. لا، لازم تجري شويه وتعمل حركه حتى لو بسيطه. مش لازم حد يروح ياخدها في الجيم وكده اللي مش قادر يعني. فده اول حاجه الجسد قلنا بنعمله ايه، حركه. اعمل نظام غذائي كويس وامشي عليه على حسب بقى احتياجك، عايز تتخن عايز تخس. تجري، لازم تجري. بالنسبه للرجاله، البنات لازم تمشوا، لازم اللي يقدر مننا يروح حمام سباحه. لازم الحاجات دي تكون موجوده. ما ينفعش كل حاجه تكون في البيت وقدام الفيس بس، لازم تتحرك. تمام. فدي حاجه. الحاجه الثانيه قلنا ايه، العقل. لا انا عايز اخلي لكم العقل في الاخر عشان ده قصه ثانيه. تاني حاجه مثلا ايه، النفس. عشان احنا النفس مثلا احنا قلنا النفس 3 مستويات. نفس ايه، اماره بالسوء وملومه ومطمئنه. تمام. ادي ال3 دول. طيب النفس ايه، نفس اماره بالسوء ولوامه ومطمئنه. فالنفس لوامه، اماره بالسوء ولوامه ومطمئنه. فانا مثلا عشان اخد خطوه عمليه في النفس، ان احنا شرحنا فيها كتير، في برنامج اسمه ثوره على النفس معز مسعود. معز مسعود ده استاذنا يعني، الحد اللي انا باخد منه اللي هو اسمه ايه، اسس العقليه دي اللي هو بيتكلم قدامكم ده. معز مسعود ايه، انا هديه لكم دلوقتي. انا محمل لكم كل حاجه، هي فلاشات بس عشان كده قلنا فلاش. كل حاجه مش مشكله يعني، احنا هنيجي تاني وكده. فثوره على النفس بيعمل ايه، ماسك لك 30 يوم في رمضان، ماسك لك كل يوم مرض من امراض القلوب وبيعالجه لك وبالعقل برضه يعني. هو معز طريقته ما شاء الله عليه عالمي. تمام. فماسك لك كل يوم مرض من امراض القلوب اللي عندك وازاي تعالجها بخطوات برضه عمليه. فده كده النفس. وعرفنا هو انا لازم ازكيها، لازم تزكيها. تمام. فالنفس بالتزكيه. تاني حاجه اطورها. حطوا الجمله دي دايما قدام عينكم، اليوم اللي مش هتضيف فيه معلومه جديده لنفسك مش محسوب من حياتك. ده ما اتحسبش من حياتك. اليوم اللي مش هتضيف فيه معلومه جديده لنفسك ما تحسبوش من حياتك، لان كده بقى حمل عليك انت. لازم كل يوم على الاقل ضيف لنفسك معلومه جديده، معلومه واحده بس. مش هنقول لك اقرا كتاب، حط معلومه جديده لنفسك، لازم طورها كل يوم. تمام. يبقى دي النفس. انا بختصر لكم عشان بس ايه الوقت وكده. ثالث حاجه ايه، الجسد والقلب. خلينا في القلب، انا عايز العقل في الاخر برضه. القلب، طب القلب ده اعمل فيه ايه؟ طب القلب ده اللي هو اساسا الغرب مش هم عندهم اللي هو ايه، مش عارفين يوصلوا لحته القلب. بياخدوا كل الماديات بيعملوا كل حاجه ظاهريه وماديه، بس برضه يجي في الاخر يقول لك انا مش مبسوط. بعد ما عمل كل حاجه يعني، بعد ما سافر ولعب وشرب، يجي برضه يقول لك ايه، مش مبسوط. مش ده اللي انا اتخلقت عشانه. الفطره جوه القلب دايما مش هتنطمس. فاحنا بقى الحمد لله ربنا قال لك ايه في القران، اولا بيحذرك، قال لك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فالقلب ربنا باصص لقلبك اهو. قلبك ده هيبقى فيه حب، مليان حب ولا مليان كراهيه؟ مليان تسامح ولا انت باصص للناس كده اللي هو ايه، لو حد عمل فيك حاجه ما بتسامحوش؟ لا، فقلبك ده لازم يبقى مليان بحب. حب ربنا اول حاجه، ان هو ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تاني حاجه انك ما تشركش حد في درجه الحب دي. خد بالك، في شرك خفي يعني، في شرك ظاهري اللي هو مثلا ايه، بشرك بربنا يعني بجيب صنم ومعبده، ده شرك اهو، ده شرك ظاهري. طب الشرك الخفي ايه؟ ربنا قاله لك في القران، قال لك ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. فانت كده اشركت حد مع حب ربنا. تمام. او ارايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلا. فواحد واخد الهه من هواه، اول ما يجي لي مثلا اعمل ذنب هعمله، ما فيش ربنا ولا في عقاب ولا في عذاب ولا اي حاجه. فده الهه من هواه، مع ان ممكن تلاقيه مسلم بس ده اسم بس. تمام. فالقلب لازم بالمحبه، لازم تملى قلبك حب لكل الناس، اللي هو تعارف وعالميه والكلام ده كله. اتعلموا تسامحوا.
عشان خاطركم انتوا مش عشان خاطر حد. اتعلم تسامح اي حد غلط فيك، ليك انت مش ليه هو. انت لو ما سامحتش والله العظيم مش كلام، انت الخسران، لان انا جربتها. انا دلوقتي الحمد لله عمري مهما حد عمل فيا اول ما يقول لي مثلا خلاص ما تزعلش ولا عاتبه، انا نسيتها. ليه؟ لان انا لو فضلت شايل منك كل ما اشوفك هفضل زعلان منك. التسامح ليك انت، وربنا قال لنا في القران فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر. فانت لو ما غفرتش او ما سامحتش انت اللي محتاج انك تسامح، مش الشخص اللي هتسامحه مهما كان هو مين. فايه التسامح؟ يبقى قلبك تملاه حب وتسامح، يعني بلاش بصه الكراهيه دي، وتنضفه دايما، اللي هو خلي قلبك سليم ما تخليهوش. يعني في حاجتين، واحد بيخلي الدنيا في قلبه فبتحركه، وواحد مخلي الدنيا في ايده فهو اللي بيحركه. فانت شوف انت انهي نوع منهم، الدنيا في قلبك ولا ربنا اللي في قلبك؟ الدنيا في ايدك فانت بتحركها وقوي فيها واخد حسنتها وكل حاجه، بس واخد حسنه الاخره، ولا الدنيا في قلبك فهي بقى اللي محركاك ومودياك وبتجري ورا العربيات والشهره فشوف انت دي كل واحد مع نفسه. طب الرابعه ايه؟ الروح. روحك اللي هي برضو الحاجه اللي هي هنقول اللي هي اسمها الفطره برضو. ربنا اللي هو ايه؟ ونفخت فيه من روحي. كلنا فينا جزء من النفخه الروحيه اللي ربنا ادانا من روحه هو. فما ينفعش تقتل، اوعى حد فيكم يبرر قتل اي حد في الدنيا مهما كان. النفس البشريه ما تبررهاش، لان اصعب حاجه انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. التانيه بقى ايه؟ ومن احياها. طب احياها دي بقى عشان المفهوم يبقى اعمق شويه، هل احياها دي ان انا لما يكون واحد هيتقتل انا اخد منه المسدس وما اقتلوش؟ انت لو اديت معلومه لحد ونورت له بقى حياته، انت حياته ان هو عايش الحياه اللي هو كان المفروض يعيشها، هو كان عايش ميت بس انت نورت له حياته. فدايما كل واحد فيكم يشغله قضيه ان انا ايه اللي عندي هقدمه للناس او اللي هقدمه لاخويا او صاحبي او انور بيه حياته. لازم انور حياتي وحياه اللي حواليا، احيي نفس، ازرع فكره الناس تبدا وعشان كده نادي القراءه معمول. كلنا هدفنا ان احنا نزرع فكره، كلنا كده نبقى مجتمع قدمنا للمجتمع نموذج ويكون عايشينه، مش نموذج كلام. كلنا عايشين بالغايه من خلقنا انسان مسلم مؤمن عالمي مستوعب الثقافات كلها، مثقف جدا وعارف يعيش دينه في عصره ومبسوط مش متضايق كمان. فرابع حاجه الروح بقى. وانت كده ركعتين قيام ليل بالليل ابعت روحك لربنا، وانت يعني لما بتصلي سلم له روحك، سيبها والله وهتحس بيها في مره. لو جيت في يوم وصليت قيام ليل والناس كلها نايمه وانت جيت مع ربنا كده واخلصت له وقعدت تتكلم معاه، هتحس ان روحك اتشحنت بجد والله العظيم. هتحس ان كانت فاصله وما فيهاش كهرباء، مره واحده ايه ده انت عندك طاقه ومبسوط وحاسس بسلام داخلي، شحنت روحك. طب اخر حاجه اللي انا لازم اخليها اخر حاجه اللي هي كانت العقل ده اخطر اداه بالنسبه لنا كلنا. العقل ده ممكن يوديك في حته بعيد وممكن يخليك تعيش صح. احنا هنا قلنا العقليه اللي احنا عايزين نركز عليها ايه؟ عقليه النمو وعقليه الفارقه اللي احنا قلنا عليهم، تمام؟ فانت عشان تنمي عقلك، اللي بينمي العقل بيتنمى بالقراءه، تمام؟ بالتفكر، ان انا دايما اتفكر في خلق الله، اتفكر في نفسي دي اتخلقت ازاي، طب افكر في الشجر، طب افكر في المروحه دي اتعملت، دايما تتفكر في اي حاجه حواليك. ثالث حاجه اليقظه لتجارب الحياه، اشوف اللي حواليا واتعلم من تجربته. يعني مثلا 2 راكبين عربيه وانت الراجل اللي قدامك راكب عربيه ده خد المطب، في واحد يقول لك ايه انا اروح اجرب وخد المطب ازاي، واحد تاني يقول لك لا انا هتفادى الغلطه اللي هو عملها. التاني ده عقليه نمو، الاولاني ايه؟ ولا شافها وراح يغلط برضه بالظبط. فانا خلي عقليتي عليه، هو غلط اتعلم، مش لازم اخش نفس التجربه، لا طب ما هو اتعلم منه. خلي ده هيخليك ايه وانت صغير وانت في سن صغير، لو بتتعلم من تجارب اللي حواليك والكبير والصغير هتلاقي عقليتك كبرت، هتلاقي الناس تقعد معاك تقول ايه ده، هو ده عنده مثلا 18 سنه، هو ده لسه في جامعه، هو ده لسه في ثانوي، مش معقول يا ابني ده انت عملت ايه؟ انت عليت بسنك.